في سنة 2010 لما الإمبراطورية البريطانية المقدسة القوة الأعظم في العالم أعلنت الحرب على الدول المسالمة في أقصى الشرق، أيوة اليابان، وفي مواجهة الآلات الحربية العملاقة النايت مير الجيش الياباني اتسحق، وفي أقل من شهر اليابان خسرت كل حاجة. بريطانيا مسحتها من على الخريطة واسمها دلوقتي المنطقة 11، وشعبها بقى عبارة عن مجرد أرقام. وفي وسط الدمار ده كله بنسمع قسم لطفل صغير: أنا اللي هدمر بريطانيا. عدى 7 سنين والوضع لسه على حاله. وفي جامعة أشفورد المخصصة لأبناء النبلاء البريطانيين بنشوف طالب ثانوي هادي واثق من نفسه بطريقه مرعبه قاعد بيلعب شطرنج ضد احد المغرورين، وهو دوت بقى بطلنا لولوش لامبروج اللي بيسال صاحبه ناقص قد ايه على الحصه الجايه، فبيقول له 20 دقيقه. قام دوت مبتسم ولعب حركه واحده. كش ملك خدوا فلوسهم، بينما هم راجعين بيسمعوا خطاب للامير كلوفيس حاكم المنطقه 11، وهو بيمثل الحزن على العمليه الارهابيه اللي حصلت امبارح. لولوش اللي كان سامع الكلام دوت ما كانش طايق نفسه، وبيقول مهما تعمل باين جدا انك بتمثل. وفجاه شاحنه ضخمه بتعمل حادثه. صاحبنا بيروح علشان يشوف اللي بيحصل، ولكن بالغلط بيقع جوه وبيكتشف ان ديت عمليه من المقاومه اليابانيه. العربيه بتتحرك باقصى سرعه عندها، بتحاول تهرب بس الجيش البريطاني مش هيسيبها، فبيخرج من الشنطه نايت مير احمر قديم الطراز واللي بيتحكم فيه مقاتله من المقاومه بنت شرسه اسمها كلين. بيبدا الاشتباك وعلى طول بتدمر طيارتين، لكن الجندي دوت بيقدر ان هو يتصدى ليها، وبتبدا عمليه الاباده على الشعب الياباني. وفي نفس الوقت دوت الشاحنه بتقف في محطه مترو. لولوش بيخرج لسه بيكون هيفهم الوضع، لقى واحد من الجنود البريطانيين نزل فيه ردم فحت فشخ ومش رحمه نهائي، لكنه لما بيبعد عنه بيتعرف عليه. ايوه ده سوزوكي صديق طفولته. الواد ما كانش مصدق ان صديقه هيكون واحد من جيش الاحتلال، وقبل ما يستوعب اللي بيحصل لقى الكبسوله الغامضه اللي في الشاحنه بتتفتح. الجيش قال عليها ان هي غسام، لكن الحقيقه بيخرج منها بنت غامضه بشعر اخضر. وفي لحظه فريق من الحراس الملكيين بيحاصروهم. القائد بيدي امر لسوزوكي يقتل الارهابي دوت، لكنه بيرفض: انا ما اقدرش اقتل مدني. اما هو اللي مات. لولوش اللي كان شايف صاحبه مات قدامه كان عمال يصرخ وقال دي نهايتي، لكن بوم انفجر بيحصل. الواد بيستغل الوضع وبيحاول يهرب، بس على فين بيحاصروه وبيضربوا نار. البنت ام شعر اخضر بتدافع عنه وبتموت مكانه. الواد بيقول في نفسه هي ديت النهايه، بالسهوله ديت هموت قبل ما انتقم. وهو بيستسلم لمصيره. سمع صوت في عقله: انت مش عايز تموت صح؟ لو كده اعمل صفقه معايا وانا هديك القوه المطلقه، لكن في المقابل انا عايزك تحقق لي امنيتي. لولوش في لحظه يأس بيوافق على الاتفاق، وفي وقتها عينه الشمال بتنور بلون احمر قرمزي وعلامه غريبه على شكل طائر بتظهر. بيقف على رجليه وبيقول لهم: انا لولوش بامركم بقتل نفسكم. وبالفعل يا صديقي هو دوت اللي بيحصل وبينتحروا. الواد واقف وسط الجثث مصدوم من القوه اللي امتلكها. ايوه ديت هي قوه الملوك كود جياس. ايوه انا اللي هغير مجرى التاريخ. لكن قبل ما يعمل كده نايت مير بيظهر وبيكون خلاص هيخلص عليه، لكن دوت كان هادي جدا وبيقول لها: انا بامرك بتسليمه. انت عبيط يالا، عايز اسيبه لك وانزل؟ طب دوت ازاي يعني؟ الواد في لحظتها بيفهم ان قوته علشان تتفعل لازم يبص في عين الشخص اللي قدامه، فبيشغل دماغه وبيقول لها: انا ابن الدوق ارثر، فارجوكي تعالي ساعديني، ولو مش مصدقاني انزلي اتاكدي من هويتي. البنت بلعت الطعم، واول لما عينيها بتيجي في عينيه بيقول لها: سلميني نايت مير. فبتقول له: تفضل مولاي. يا ابن اللذينه. نروح لسوزوكي اللي ما بيكونش مات، واول لما بيصحى بيلاقي الاثنين دول قدامه، والشخص ده بيقول له: يلا يا معلم في نايت مير مستنيك. وفي صباح اليوم التالي لولوش بيقول لصاحبته هو اللي على التلفزيون دوت، فبتقول له: برنامج عادي، ولكنه ما كانش عادي خالص، ديت رسائل مشفره للجنود. اما بقى على الصعيد الاخر بنت في المقاومه بتكون راكبه النايت مير دوت ومش عارفه تعمل اي حاجه. ساعتها بيجي لها اتصال من مجهول لو عايزه تنجو وتتبع اوامري. البنت بتقرر ان هي تسمع كلامه. بتعدي من على سكه القطار اللي بيدمر اول واحد بالخفاش والتاني من تحت، بيخلوا القائد بتاع العمليه يهرب زي الجبان. بعدها بيكلم قائد المقاومه وبيقول له: انا سايب لك هديه جامده جدا في القطار. بيروح يشوفها وهنا كانت المفاجاه للالاف من النايت مير الجديد. الواد مش بيخطط، لا ده كمان بيعمل جيش جديد، وبكده بيتحول لمياسترو حرب. بيدي اوامر لكل واحده بيتحرك يمين، كيو اضرب من خلال الحيطه ديت، ايوه استخدموا اشاره العدو لصالحهم. وبسبب تعليماته ليهم حرفيا القياده البريطانيه في حاله هلع. كل ما غيروا الشفره لولوش بيخترقها، كل ما بيبعتوا واحده بتقع في الفخ. الجنرال بيرل بيشد في شعره وبيصرخ: هو مين العبقري اللي احنا بنحاربه ده يمكن احسن من كيوشيرو حتى الملقب بالمعجزات. لولوش بيضحك وهو شايف خطته بتنجح، وبيقول لنفسه: كش ملك خلاص، حس ان هو كسب المعركه، لكن تهب الرياح بما لا تشتهي السفن. ساعتها الاسطوره بيظهر بيدمر كل الالات اللي حواليه بسرعه فتاكه، مفيش حد قادر يقف في طريقه لحد ما وصل للولوش. الواد بيحاول يهرب ما بيعرفش، فبيستخدم الطاقه ولكن بدون اي فائده ترجع. خلاص شكلها هي ديت النهايه، لكن الصدمه البريطاني اللي ما عندوش قلب انقذ 6 من المدنيين. فلولوش بيستغل الفرصه وبيهرب من المكان، وبشكل غير مفهوم بنشوف لولوش وهو متنكر في زي احد الجنود، وبيستغل قدرته للتسلل للقصر الرئيسي. دخل برجليه لوكرهم. على ناحيه تانية اليابانيين في الملاجئ تحت الانقاض منهارين، وخلاص الكل استسلم، احنا ميتين. لكن الغريب الملك اللي بدأ الحرب هو اللي بيدي امر بايقافها علشان نروح ونشوف لولوش بيقول: عامل ايه يا اخويا؟ ايوه لولوش مش ياباني، بريطاني. صدمه
تقدم بكل المقاييس. كلوفيس بيرتعش وبيمثل ان هو فرحان وبيقول له يلا ارجع لوطنك. قام دوت باصص له بصه كلها قرف وقايل له عايز نرجع علشان تستخدمني كبضيق مش كده؟ شكلك كده نسيت انكم رميتوني انا واختي وكل دوت ليه علشان امي ماتت. وهنا الواد طفح بيه الكلمه من النداله والحقاره اللي اخوه بيكلموا بيها وبيفعل كود جياس. اي سؤال اسالك عليه عايز اجابه واضحه من غير اي كذب. واول سؤال بيساله له مين اللي قتل امي؟ كلوفيس بيرد عليه وبيقول له الامير والاميره الثانيه هم اللي عارفين كل حاجه. لولوش خد منه كل المعلومات وبيبص له بنظره كلها قرف. كلوفيس عرف ان ديت النهايه فبيحاول يترجاه لكن دوت طخ بينهي حياته وبيعلن بدايه الثوره. قبل ما نكمل كده وزي ما انت عارف يا صديقي ان احنا بقالنا كتير جدا ما بننزلش فيديوهات، يعني حرفيا ما فيش اي اقتراحات على القناه فبالتالي ما فيش مشاهدات، فافضل حل اعمله علشان نرجع زي الاول فيديو دمار حاجه ضرب نار وهو دوت اللي عامله حرفيا. فلو في يوم من الايام استمتعت بفيديوهاتنا يا صديقي عايزك تعمل لايك واشتراك وكمل الفيديو للاخر لان انا فعلا محتاج دعمك. خلينا نعدي المرحله ديت سوا ونرجع اقوى من الاول وبس. مش هوصيك يا صديقي وخلينا نكمل. وتاني يوم بنشوفه في المدرسه كاني ما فيش اي حاجه حصلت، نايم في حصه مجلس الطلبه، اصحابه بيصحوا بيهزروا معاه ولكن دوت ولا على باله. ايه يا عم البرود دوت ده انت لسه قاتل اخوك حتى. طبعا الاخبار بره مقلوبه وبيقولوا في غسام ضرب مدينه شينجاكو وفي ضحايا كتيره، محدش لسه عارف ان الامير مات. واكيد صاحبنا بيستغل الفوضى ديت علشان يرجع لحياته الطبيعيه ويخفي جريمته. واثناء ما هو ماشي بيتفاجئ ان كلين معاه في نفس المدرسه. البنت عامله نفسها غلبانه ولا لها في الطور ولا في الطحين. لولوش طبعا مش اهبل شاك فيها على طول، بيروح يكلمها ومره تانية بيستخدم كود جياس. انت كنت الطياره بتاعت غولاسوكو في شينجاكو صح؟ البنت بتقول له ايوه. طب ليه بقيتي ارهابيه؟ علشان انا يابانيه. الواد بيتاكد من شكوكو، بيحاول يستخدم عليها كود جياس مره تانية علشان تنسى اللي حصل في شينجاكو، بس المفاجاه الكوكو ما بتشتغلش عليها. الله هو في حاجه ولا ايه؟ البنت بتفوق بتقول له هو انت عرفت منين اللي انا من المقاومه؟ وكمان عرفت ازاي اللي انا كنت في شينجاكو في ساعتها؟ فبيتوه وبيطلع يجري صراحه علشان الحصه بدات. وكده لولوش اكتشف ان كود جياس ما بتشتغلش غير مره واحده بس على نفس الشخص، يعني لو استخدمتها غلط كده فرصتك في جمع المعلومات راحت. المهم بيرجع للبيت وبيروح يقعد مع اخته اللي تقدر تقول كده صديق ان طبته ما بتخرجش غير معاها. السبب غريب بقت كفيفه وهو بيبذل كسر جهده علشان يحقق حلمها، ايوه السلام في العالم بالكامل. وبنعرف بقى كمان ان العيله اللي متكفله بالاثنين دول هي عيله اشفورد. ليه الصراحه ما اعرفش بس اكيد هنعرف قدام. المهم تاني يوم صاحبنا بيروح للمدرسه وبيشوف المعلم بتاعه بيقول له انا عايز اعرف كل اسئله الامتحان الجاي، فدوت بيقولها له على طول. يا سلام القدره دي لو معانا هنخرب الدنيا هنطلع من الاوائل. ولما بيروح للفصل كلين بتبدا ان هي تشك فيه وبتجمع الخيوط مع بعض، ايوه دوت نفس الصوت اللي هي سمعته وشكلها كده اتاكدت ان اللي كان بيوجهها هو لولوش. لكن انت فاكر ان صاحبنا هيسيبها تكتشفه ولا معايا يا صديقي؟ لا والله. وهو واقف جنبها البنت بتجيلها اتصال وبتسمع نفس الصوت اللي كان بيوجهها في المعركه وكده بتتاكد ان دوت مش لولوش لانه واقف جنبها. وبنعرف بقى صديقي ان الشيطان بتاعنا استخدم قوته وسجل صوت وادى اوامر للخدامه ان هي ترن على كلين. سحقا لذكائك يا عم لولوش. بعدها بيتم الاعلان عن مقتل الامير كلوفيس والمفاجاه الاكبر المذيع بيقول تم القبض على المتهم الرئيسي في عمليه الاغتيال وهو جندي بريطاني. ودوت مين؟ ايوه سوزوكي. لبسوا له التهمه يا معلم. لولوش اول لما بيسمع الخبر بيتشل حرفيا، قتل اخوه علشان صديق عمره الوحيد هو اللي يلبسها. دي كارثه بكل المقاييس. وفي غرفه التحقيقات سوزوكي بيكون مفروم. المحققين بيجيبوا المسدس اللي لولوش قتل باخوه وحطوه قدامه وقالوا له بصماتك عليه حلو يحترف بقى. الواد بيصرخ انا ما عملتش اي حاجه ديت مؤامره صدقوني. لكن مين هيصدقك؟ انت مجرد كبش فداء مثالي علشان يقفلوا القضيه. وفي نفس الوقت دوت صديقنا بيكون قاعد مع اخته وهم بيتفرجوا على الاخبار. اخته بتسمع الخبر وبتقول مستحيل سوزوكي يعمل حاجه شبه كده، اكيد في حاجه غلط. لولوش ضميره بيأنبه وبيخرج منه صوت مكتوم، اكيد دي غلطه. الواد بقى واقف قدام نارين، نار الانتقام ونار الصداقه، يختار انهي واحده؟ بيطلع اوضته بيحاول يقنع نفسه انا همسح الادله وهنسى الموضوع خالص. بيحاول يبقى الشيطان اللي هو عايزه بس قلبه مش مطوعه. في تلك الاثناء كيلن وجمعيه المقاومه بيكونوا قاعدين وبيقولوا كده لازم نعلن ان احنا اللي قتلنا الامير وبالتالي هنحصل على المجد كلنا. وفجاه وهم قاعدين بيظهر لهم شخص غريب لابس قناع وبيقول لهم انا القائد الجديد واسمي هو زيرو. وده كان لولوش. بيتجمع مع كلين واغو بيقول لهم كلام بيهزهم، اللي انتوا بتعملوه دوت مش مقاومه، انتوا كده بتلعبوا. طبعا حاجه شبه كده مش هتدمر البريطانيين، لازم نعلن الحرب الحقيقيه. طبعا هم مش عاجبهم الكلام من العبيط اللي ظهر دوت وعمال يدينا في خطابه هو اصلا ما حدش سمع عنه وكمان مخبي وشه زي الجبناء. هنا مخه بيشتغل زي الكمبيوتر وبيقول لهم انا مش هعرفكم هويتي لكن في المقابل هوريكم قوتي. اكيد انا لو وريتكم ان انا اقدر اعمل المستحيل هتثقوا فيا وهو دوت المطلوب. فبيقولوا ايه اللي انت ناوي تعمله؟ يعني انا هنقذ سوزوكي. ايوه قرر خلاص ان هو يخاطر بكل حاجه علشان صاحبه وبيبداوا في تنفيذ خطته. اليوم الثاني نقل سوزوكي للمحاكمه العسكريه اللي هو الاعدام، يعني منظره حرفيا يوجع القلب. وفجاه وسط الازدحام دوت بتظهر عربيه الجيش كله اتجمد مكانه ودوت مين؟ ايوه بطلنا زيرو واقف بكل هيبه ولابس القناع والعبايه السوداء بتاعته. الجنرال جيما قائد المحاكمه
العسكريه بيصرخ فيه وبيقول له انت مين؟ الواد بيرد عليه بصوت يهز الارض انا هو زيرو، وبيعمل حركه محدش في الكون كان يتوقعها. بيفتح الكبسوله اللي سرقها في البدايه واللي كانوا فاكرينها غسام. الجيش كله اترعب، هم مش عارفين اصلا ايه اللي جواها لانهم فاكرين ان ديت قنبله او سلاح بيولوجي. بيستغل رعبهم دوت وبيقول للقائد جريمه تبدل القنبله ديت قصه سوزوكي. طبعا بدون اي تردد بيرفض وبيقول دوت هو اللي قتل الامير مستحيل. زيرو كده ما قداموش اي حل تاني فبيرمي القنبله التانيه في وشهم كلهم وعلى الهواء مباشره قدام العالم اجمع وبيقول انتوا كلكم غلطانين، اللي قتل الامير كان انا مش سوزوكي. الدنيا كلها بتتكهرب، الجيش الشعب كيلين كله مصدوم. الراجل ده اعترف في جريمته على الهواء. لسه هيتحركوا فتح عين كوجياس من القناع وبيتحكم في القائد. سلم المتهم وفي النص قال له اورانجي وفعلا هو دوت اللي بيحصل. واول لما بياخدوا بيحصل اشتباك واللي بيوقفهم هو القائد اللي تحت التاثير. الخطه كده نجحت. لولوش بشويه تمثيل وكلمه سريه واحده خلى الجيش البريطاني كله يسلموا صاحبه على طبق من ذهب. بيختفوا سوزوكي وبيهربوا في مكان امن. بقى الواد بيعرض على سوزوكي ان هو ينضم ليهم، ينضم لينا علشان نغير العالم. لكن الغريب اللي ما كانش حد متوقعه الواد بيرد عليه بكل غباء، الطريقه اللي انت بتتصرف فيها ديت غلط، انا اللي هغير بريطانيا من جوه بالطريقه الصح. وبيرفض عرضه. يخرب بيت الغباء، يعني الواد كان هيقتل نفسه علشان ينقذك وفي الاخر انت تقول له لا. والاكتر من كده صديقي ان دوت بيكمل كلامه وبيقول لهم انا هرجع اسلم نفسي للحكومه. لولوش خلاص هيجي له جلطه في دماغه، يا ابني انت هتموت. مش مهم ديت القواعد وبيسيبه وبيمشي. بيرجع للبيت وبيلاقي البنت الغامضه اللي اديته قوته قاعده مع اخته. على طول بيسحبها وبيقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ هي بتجاوب على كل اسئلته وبتجيبها له على بلاطه، انا هعيش معاك ولو فكرت بس انك تطردني هحكي لهم على كل حاجه، يعني من الاخر اعتبرني واحده من العيله. الواد لسه بيكون هيتكلم لكن ديت قالت له تصبح على الخير يا لولو. الله، هو كان عارف ان هي لسه عايشه ولا ايه؟ وقفت الكلاسنه بنشوف الجيش البريطاني وهو بيهجم على احدى الدول العربيه. بيحاولوا يقاوموا بس بتنتهي المعركه بفوز الجيش البريطاني وبيسيطروا عليها وبتتحول للمنطقه 18. نروح لسوزوكي اللي المحاكمه العسكريه قررت ان هي تفرج عنه لان مفيش ادله كافيه. بعد ما زيرو احترف بالجريمه وهو خارج كده فجاه بتنزل عليه بنت من السماء. البنت بتمثل ان هي هربانه من ناس اشرار وبتطلب منه ان هو يساعدها. طبعا اللهبل اللي قلبه عامل زي البافته البيضه بيصدقها وبيقرر ان هو يحميها وبيلفوا في المدينه سوا. واضح كده ان الاثنين مستمتعين وسوزوكي بيكون لابس نظاره مش عارفين ليه لغايه دلوقتي. وفي وسط ما هم ماشيين بيشوف شويه بريطانيين عمالين يلعنوا في اليابان فبيروح لهم علشان يدافع عن وطنه. قام قايلين له ما ينفعش انك تتكلم كده مع اسيادك. فالبنت اللي معاه بتضرب الاول بالقلم وبتقول لهم انتوا لو اتكلمتوا معاه بالطريقه ديت انا مش هرحمكم. ننتقل بعد ذلك لفصيل انيق الدم اللي في الجيش اللي بيقرروا ان هم يخلصوا على الجنرال جريمه علشان يغسلوا عارهم. وبالفعل بيبداوا في تنفيذ خطتهم وبيحاصروا في حي شينجاكو المدمر وبيبداوا المعركه الشرسه. ولما بيسالهم عن سبب فعلتهم فبيعرفوا ان هو السبب في قتل الامير ولذلك انت لازم تموت. والمعركه بتكون خلاص وصلت لذروتها لكن سوزوكي على اخر لحظه بيظهر وبيصرخ فيهم وبيقول لهم كفايه. ما بيسمعوش الكلام فبيبدا فرم فيهم كلهم ولكنه طبعا ما بيرضاش يقتل حد، يا دوب بس بيعطل النايت مير بتاعهم. وبسبب اللي هو عمله دوت في جزء من النايت مير اللي هو راكبه بيحصل فالجنود بيستغلوا الوضع وبيكونوا هيقتلوه. لكن فجاه البنت اللي معاه بتصرخ وبتقول كفايه، انا الاميره الثالثه يوفيميا بامركم بالتوقف. طبعا الجنود بيركعوا على رجليهم زي الكلاب. يوفيميا بتبص لسوزوكي وبتقول له زي ما انا خسرت اخويا انت خسرت ابوك، ينفع تنضم ليا علشان ما حدش يخسر حد تاني؟ نرجع لاكاديميه اشفورد والطلبه كلهم متجمعين والمدرس بيقدم الطالب الجديد انا سوزوكي سعيد بلقائكم. لكنهم بيعاملوه بكل استحقار لانه كان متهم في قتل الامير كلوفيس. يا عين عليك يا ابني منبوذ هنا وهناك. المهم بيلمح لولوش وهو بيديله الاشاره معناها تعالى قابلني فوق سطح المدرسه. بالفعل بيروح يتقابلوا والاثنين بيفتكروا ذكرياتهم مع بعض. سوزوكي بيدخل في صلب الموضوع على طول، ارجوك يا لولوش ما تتكلمش معايا في المدرسه علشان ما حدش يعرف بصداقتنا. الواد بيفهم كلامه فبيقول له تمام. الاثنين بيتكلموا بكل وديه ولكن في الحقيقه كل واحد شايل جبل من الاسرار اللي ما ينفعش يعرفه للتاني. وفي نفس الوقت ده بنشوف كورونا ساحره بريطانيا وصلت للمنطقه 11 ونازله ردم فحت فشخ فيهم، دمرت المقاومه بالكامل. الست ديت ما عندهاش يما ارحميني. وفي ظرف اقل من يومين قضت على اكبر فصيل مقاومه في المنطقه. لولوش بيرجع اوضته علشان يطمن على القناع بتاع زيرو اللي مخبيه وفجاه قطه بتظهر وبتخطف القناع وبتجري. لا مستحيل مش ممكن، سر لولوش الاعظم هويته اللي ممكن تدمر العالم على المحك. في بقه قطه بتجري في الحرم الجامعي. رئيسه مجلس الطلبه المجنونه بتشوف المنظر دوت وبتفهمه غلط خالص، بتفتكر ان القطه ديت سرقت حاجه محرجه من لولوش زي بوكسرات وفلنته الحمالات او صوره وهو صغير فبتعمل العبقريه. تم تحليل الانشطه اليوميه كلها، مهمتكم حاليا انكم تمسكوا القطه اللي لابسه الخوذه واللي هيمسكها هياخد بوسه مني. طبعا يا صديقي الكل بيجري علشان يمسكها. لولوش هيتشل. سره اللي ممكن يغير العالم على المحك حرفيا. واللي بيخرب الدنيا اكتر واكتر ان سوزوكي بيجري زي الصاروخ خلاص هيمسكها. الواد بيصرخ فيه
بيقول له ابعد انا اللي همسكها، فبيقول له لا انا اللي همسكها. المهم يعني بعد شويه اتعبط من ده على دوت على ده، في الاخر يعني بيقدر ان هو يخبي القناع من غير ما حد يشوفه. بعد كده بنروح لجنازه الامير، والامبراطور تشارلز ابو لولوج بيطلع يقول كلماته، بس دي ما كانتش اي كلمات، ده كان خطاب يخليك يا صديقي تكره بريطانيا من اول حرف حرفيا. بيقول ايه بقى يا وحوش؟ الناس ما اتولدتش سواسيه، في حاجه اسمها مساواه في العالم، القوي بياكل الضعيف. اي نعم احنا بنحارب وبنسرق وبنقتل، بس كل دوت لاجل التطور، ولذلك بقينا القوه الاعظم في العالم. يا نهار بطيخ، العنصريه في ابهى حالتها. لولوش البنت اللي معاه شعر اخضر ديت اللي بالمناسبه اسمها سيسي ما بيكونوش طايقين اللي بيسمعوه. نرجع 8 سنين لورا ونشوف لولوش وهو صغير واقف قدام ابوه الامبراطور بعد ما امه اتقتلت قدام عينيه واخته اتشلت وفقدت بصرها، ولكنه بدل ما يعيط الواد بيصرخ في وش ابوه بيقول له ليه ما حميتهاش؟ انت الامبراطور، انت اقوى واحد في العالم، ليه سبتها تموت كده؟ قام رادد عليه بكل برود وماذا في ذلك؟ يا نهار عسل اسود، ماذا في ذلك؟ بتقول لي لابنك اللي امه لسه ميته قدام عينيه ماذا في ذلك؟ بيكمل وبيقول انا لا اتعاطف مع الضعيف. وهنا بنعرف ان لولوش بيكره بريطانيا لان في اليوم اللي امه ماتت فيه حمل على عاتقه اخته الذي اصبحت من ذوي الاعاقه، ومن وقتها وهو اقسم على تدمير بريطانيا، وده قانون هم حاطينه، القوي بياكل الضعيف. سيسي اللي شافت الجنون دوت بترفع عليه السلاح، قام دوت رفع السلاح على نفسه، انا عارف انك مش هتقتليني، انا قبل القوه حاجه وبعدها حاجه تانية خالص. على فكره انا لو كنت زي زمان كنت افضل الموت احسن، لكني الان في الحاضر ولذلك لازم ننتقم منه. وعلشان يبدا القتال بيروح يسيطر على احد الحراس وبياخد منه نايت مير، وبيعرف مكان الاعداء من خلال الشاشه، بيخترق الاتصالات وبيستخدم وحده البريطانيين المسروقه، وبيعمل فخاخ وبيوقع قوه كورونا فيها واحده ورا الثانيه. وفي الاول الخطه نجحت نجاح باهر، جنود كورونا بيتفرموا، زيرو حول الساحه لمعركه شطرنج عملاقه وهو اللي بيحرك كل قطعه، لدرجه ان هو خلص على السرب بالكامل بضربه واحده. كورونا بتبص على الفوضى ديت والغريب ان هي بتبتسم، اسحبوا كل القوات احنا كسبنا. وهنا يا صديقي بنكتشف ان هي عملت فخ جوه فخ، وبالفعل بينسحبوا وبيسيبوا لولوش متحصر من كل الاتجاهات ومش عارف يعمل ايه. المقاومين بيقرروا ان هم ينسحبوا او يستسلموا لعل وعسى ما يموتوش، بس كورونا يابا ما عندهاش يما ارحميني، يقتلوهم كلهم مفيش مكان للرحمه في ساحه المعركه ايها الحساله. وكده زيرو خسر كل الجنود في ثواني معدوده، وبيلاقي نفسه وحيد مهزوم محاصر وسط جنود الاعداء متنكر كواحد منهم. كورونا بتدي الامر الاخير لكل اللي موجودين، اخلعوا الكوكبيه اللي موجوده على دماغكم، انا عايز اشوف وشكم. صدمه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. دي نهايه لولوش، خلاص لو فتح الباب هيشوفوا وشه، وبالتالي هيعرفوا ان هو الامير الميت، ولو ما هربش هيتقتل، وحتى لو هرب هيعرفوا ان دوت زيرو، وبالتالي كده هيقدروا ان هم يكتشفوا الطريقه اللي بيقدر ان هو يستخبى بيها. بيفكر ولكن بدون اي فائده ترجي، مفيش اي خطه جايه على باله، فبيقول لهم الباب مزرجن مش عارف افتحه، فبيقولوا له ورينا ظهرك يا روح امك، هندمر الباب ولا انت عايز تحسي اوامر الاميره؟ لولوش دماغه بتغلي هيتجنن مش عارف يعمل ايه، وفجاه بيشوف حاجه بتلمع من بعيد، مبنى عليه شعار منظمه غريبه، وبيظهر الزيرو التاني من فوق المبنى دوت. الله، هو ايه اللي بيحصل؟ طبعا صاحبنا بيستغل تشتتهم دوت وبيقدر ان هو يخلع من المكان، لكن فجاه بيلاقي نفسه قدام زيرو التاني اللي بتطلع مين؟ ايوه سيسي اللي بتقول له انا جيت هنا عشان انقذك يا فاشل، وسبب ما جاي هنا اللي انا مش عايزك تموت دلوقتي، موت بعد ما تحقق هدفي. الواد بيقول كود جياس مش كفايه لوحدها علشان اقدر ان انا ادمرهم، انا كده مجرد عقل لامع بس وسط فوضى بدون اي قيمه، علشان اقدر ادمر بريطانيا لازم أن يكون معايا جيش جبار. وبالفعل في صباح اليوم التاني بيبدا في تنفيذ خطته، بيعزم شويه من المقاومه وبيقول لهم المكان الغريب دوت هو قاعدتنا الجديده. واحد فيهم بيفتح التلفزيون وبيسمعوا الاخبار، جهه تحرير اليابان خاطفوا فندق سياحي مليان بالرهائن البريطانيين، ومن ضمن الرهائن دول اعضاء مجلس الطلبه اللي كانوا في رحله مدرسيه. يا نهار بطيخ، شيرلي ونيني والاميره نوفيميا الثلاثه متنكرين وهم دلوقتي بقوا رهائن. اكيد كورونا مش هتضيع الفرصه ديت من ايديها، وبتوصل هي والجيش بتاعها عند الفندق وبيحاصروه بالكامل، والارهابيين بيهددوهم لو ما نفذتوش طلباتنا هنقتل كل الرهائن. الجيش البريطاني بيحاول يقتحم الفندق من نفق تحت الارض، لكن المفاجاه كانت مستنياهم، الارهابيين مستنيينهم ومعاهم اسلحه جديده، مدافع كهرومغناطيسيه اسمها ريكو، السلاح دوت بطلقه واحده منه يقدر ان هو يدمر نايت مير. الجيش بيقف عاجز مش عارف يعمل ايه، لو هاجموا الرهائن هيموتوا، ممكن كمان هم يموتوا، لو استنوا الارهابيين هيهربوا، بس اهم حاجه بالنسبه لهم هي الاميره يوفيميا المتنكره. بيفضلوا يفكروا هيعملوا ايه، ولكن ما فيش اي وقت، واحد من الرهائن بيترمي من فوق سطح المبنى، المتكلم باسم المقاومه بيقول كل ربع ساعه هنقتل حد علشان تعرفوا ان احنا جادين. كلهم بيتكهربوا لازم يلاقوا حل بسرعه، لان كده ما فيش اي فايده من التفاوض، ما فيش اي وقت للتفكير، لان زيرو بيسرق عربيه من عندهم وبيطلب ان هو يقابل مين؟ ايوه كورونا. وفعلا هو دوت اللي بيحصل، وبتقول له جيت للموت برجليك، انا لازم انتقم لانك انت اللي قتلت اخويا. زيرو بيقول لها اخوك الميت ولا اختك العايشه؟ ايوه انا عارف وجود يوفيميا هناك، ضربه في مقتل ديت حرفيا يا عزيزي، لان هو عارف ان هي مستحيل تضحي باختها، وبكده بتضطر تسمع لكلامه وبتخليه يدخل للفندق لوحده. زيرو بيقابل قائد الارهابيين وبدون اي مقدمات بيهزم هو وكل اللي معاه، بيقول لهم
هو انتوا فاكرين اللي انتوا بتعملوه دوت هيحرر اليابان؟ اكيد لا، انتوا كده عباره عن قتله. وبيعمل حركه ما حدش كان متوقعها، بيستخدم كود جياس على القائد وبيخليه هو وباقي القيادات تنتحر، وبيقضي على جبهه تحرير اليابان بنفسه. ليه بقى عمل كده؟ لانه مش محتاج ارهابيين معاه، هو عايز جيش عنده مبادئ. وفي نفس الوقت دوت سوزوكي اللي كان شايف كل حاجه من بعيد بيقرر ان هو يتدخل عشان ينقذ الرهائن. بيركب لانسلوت وبيخترق دفاعات الارهابيين وبيدمر مدفع ريكو. الفندق بيبدا ينهار وزيرو بيستغل الفوضى ديت علشان ينقذ الرهائن بمن فيهم صاحبه والاميره يوفيميا من خلال البحر. وبعد ما بينقذهم بيعمل حركه هتغير التاريخ والعالم كله، بيطلع على شاشات التلفزيون في كل مكان وبيعلن عن نفسه وعن منظمته الجديده. العالم كله بيعرف عن الخبر. بيكمل كلامه وبيقول: ايها العالم، احنا مش ارهابيين، نحن نقف مع الضعيف ضد الظالمين. وبالفعل احنا اللي قتلنا كلوفيس، وعلشان ما تقولوش ان احنا ارهابيين قتلنا جبهه تحرير اليابان، لانهم كانوا بيقتلوا الابرياء من البريطانيين، والوحيدين اللي مسموح لهم بالقتل هم اللي مستعدين ان هم يموتوا. من يمتلك القوه فليخشانا ومن لا يمتلك فليتتبعنا، نحن فرسان السود. يا نهار ابيض على العظمه. حرفيا زيرو استخدم كل حاجه لصالحه، وبما انه اعلن عن نفسه فبيبدا بقى يهجم على تجار المخدرات. وبكده منظمه فرسان السود بقت حديث الساعه والكل شايفهم ابطال. اما بقى كلين بنشوف حياتها الشخصيه وهي مدمره بكل معنى الكلمه، عايشه مع ابوها البريطاني، وبما ان امها يابانيه فبتتعامل معامله الكلاب. البنت بتبص لها وبتكون صعبان عليها جدا بس مش عارفه تعمل اي حاجه. المهم بقى في وسط ده كل منظمه السود بيجي لهم خبر عن مخدر جديد، وبالفعل بيتحركوا ناحيه المكان المنشود بقياده كلين اللي بتقتحم المكان بالنايت مير. لكن وسط الفوضى ديت كلها البنت بتلمح حد هي عارفه جدا. ايوه للاسف كانت امها واحده من اللي بيتعاطوا المخدرات. هنا البنت بتنهار بالكامل، وفجاه الشرطه بتقتحم المكان علشان تقبض على تجار المخدرات، وكمان بتقبض على ام كلين معاهم. وفي السجن بنشوف كلين وهي مدركه لتضحيه امها، مدركه لكل المعاناه اللي هي عدت بيها. انا عارفه ان هي عملت كل دوت، اتذلت اتهانت علشان تدخلني المدرسه ديت. وفي وسط يا صديقي ما هي مش طايقه نفسها، تقسم ان هي لازم تنشئ عالم جديد لليابانيين وللحريه. وبعد مرور بقى فتره من الزمن بنشوف فرسان السود وهم عندهم قوه لا يستهين بيها. الناس بتنضم لهم والفلوس والدعم بيجي لهم من كل حته، وخصوصا من منظمه غامضه اسمها كيوتو دي بقى صديقي بعتت لهم هديه بنت لذينه، نايت مير جديد ياباني ومع سلاح جديد ما حدش شافه قبل كده اسمه مطلق موجات اشعاعيه. وواضح كده ان دوت السلاح اللي هيقلب الموازين. صاحبنا لولوش هيدي لمين النايت مير الجديد؟ طبعا لاقوى مقاتله عنده هي كلين، اللي بيقول لها انت ورقه الرابحه، انت اللي هتكسر عظمهم. وفي وقتها بيعرف ان كورونا هتهجم على جيش تحرير اليابان في احد الجبال، فبيروح بنفسه يسيطر على جبهه التحرير وبيجمع جنود علشان يستعملوا القوه الجديده. بتبدا التحضيرات وبيجهز المكان وكل حاجه عالي العال، ولكن وقت القتال الجنود بتخاف. انت عايزنا نواجه جيش البريطانيين بقياده كورونا بذات نفسها؟ مش ممكن. لولوش بكل ثقه بيبص لهم وبيقول لهم المعجزات مش رخيصه، لو عايزين الناس فعلا تصدقنا وتتبعنا لازم نصنع المعجزات. بيجيبها لهم على بلاطه: احنا مش هننقذ جبهه التحرير اليابانيه، احنا هنستغل المعركه ديت علشان نقضي على الاثنين، جبهه التحرير وقوه كورونا. من يوم ما انضميتوا لينا وانتوا قدامكم طريقين مالهمش تالت، يا القتل يا الموت. الجنود بيفهموا هو قصده فبيتحمسوا وبتبدا المعركه. وكورونا زي ما احنا متعودين منها ما بترحمش يا صديقي، نازله ردم فحت فشخ فتق في جبهه التحرير اليابانيه. الوضع مأساوي تماما بالنسبه لليابانيين، خلاص قربوا يتسحقوا. ولكن انت فاكر ان دوت هيحصل ولا معايا يا صديقي؟ لا 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 والله. وسط المعركه ديت لولوش بيدي الامر لكلين: استخدم السلاح الجديد ودمر الجبل. وديت ما بتسميش، بتستخدم السلاح الجديد مارك، بتطلق موجات اشعاعيه في قلب الجبل. بوم، الجبل بينهار، صخره عملاقه بتدفن تحتها اي حد. كل وحدات كورونا بقت معزوله بالكامل. النايت مير بيدفن تحت الصخور، الفوضى عارمه بكل المقاييس. لولوش بضربه واحده دمر جزء كبير جدا من جيش كورونا. هو ما حاربش بنفسه، لا لا لا، خلى الطبيعه تحاربهم بذات نفسها. يخرب بيت عبقريتك يا جدع. كورونا واقفه متسمره مش مصدقه اللي حصل، قوتها بالكامل اتدمرت. لولوش او زيرو لقى فرصه اخيرا علشان يقابل كورونا، بس مين بيحترق طريقه؟ جريمه اللي سمعته اتمرمطت في الارض بسببه. زيرو: انا جيت هنا علشان اقتلك. لكن قبل ما يتحرك ولا يعمل اي اكشن كلين بتظهر قدامه، اللي بتبدا تستخدم النايت مير الجديد اللي اي حاجه بيلمسها بتتحول لخرابه، وفي لمح البصر بتخلي النايت مير بتاع جريمه يتحول حرفيا لخرده. الواد بيحاول يهرب علشان ما يموتش، ولكن بوم، بضربه واحده بتخلص عليه. لولوش اللي كان شايف كل دوت من بعيد بيبتسم ابتسامه النصر.
خلاص كل الشروط اكتملت، القطع كلها في مكانها، كل اللي فاضل ان نوصل للملكه. وساعتها بيخش الطرف الثالث في المعركه، جيش تحرير اليابان بيحاول يهجم على كورونا، بس على مين؟ ده عمتك وعمة الجامدين، بتدمر في الاثنين اللي قدامها، وبتأمر الجيش بالانسحاب علشان يحللوا الموقف وبيرجعوا من تاني وبيكملوا. لولوش بتوصله الاخبار وهو بيقول كويس جدا، خلصوا على اللي هنا واحنا هنحاول نخلص على اللي هناك، ولو قابلتوا فايل كورونا حاولوا تدمروه. والكل عمال يدمر في كله بشكل دموي بطريقه مش طبيعيه، حرب دمويه بكل معنى الكلمه. في القلعه يوفيميا بتكون شايفه كل اللي بيحصل، اللي معاها بيطلبوا منها ان هم يغرقوا الجبل بالتسونامي، ولكنها بترفض بحجه ان في مستشفى هناك وهي مش عايزه تكون سبب في قتل اي بشري. وفي تلك الاثناء كلين بتواجه اخيرا كورونا، الاميره على طول بتهجم عليها، ولكن على مين؟ دي بتتفادى كل هجماتها، وبحركه واحده بس منها بتدمر دراعها. لولوش بيقول لها استسلمي، ولكنها بترفض انها قاتل حتى النهايه. ولكن وفجاه لانسلوت بيظهر بقياده سوزوكي بعد ما خد الاذن من الاميره يوفيميا، بيدخل في المعركه وبيكون عامل زي الدرع لكورونا، بيحميها من اي هجوم متوجه لها. ايوه اقوى سلاحين حتى الان هيتواجهوا، السرعه والقوه والرشاقه. لانسلوت في مواجهه القوه الغشيمه ديت المعركه الاخيره اللي هتحدد مين المنتصر، زيرو ولا كورونا. الاثنين سرعتهم وقوتهم خارقه للطبيعه، بيضربوا في بعض بضربات تهد جبال. لانسلوت بيعتمد على سرعته واسلحته المتطوره، اما ماركي بيعتمد على قوته الغشيمه وسلاح موجات الاشعه المدمره. الاثنين المعركه ما بينهم بتكون متساويه، بس الحظ كلين اللي لسه بتقع من على حافه الجبل، وكورونا بتكون هربت من لولوش اللي في الطريق بيقابل سوزوكي قدامه، اللي بدون اي مقدمات بيصرخ فيه طريقتك غلط يا زيرو. لسه بيكون هيكمل كلامه، ولكن وفجاه بتظهر سيسي قدام لانسلوت. سوزوكي مظلوم، انت البنت اللي كانت في الكبسوله، طب انت ازاي لسه عايشه؟ سيسي بتلمس لانسلوت، وسوزوكي بيشوف كوابيس، بيشوف ماضي المؤلم وابوه خصوصا. لولوش اللي كان عامل زي الاطرش في الزفه بيلمس سيسي، وهنا بيشوف ذكرياته هو كمان، وبسبب اللي هو لمسها قدرتها على التحكم بالذكريات سوزوكي بتحصل، وعلى اسر دوت بيهيج وبيفضل يضرب في كل المكان وبالغلط بيسيبها. طبعا صاحبنا بيستغل فرصه تشتته ديت وبياخد سيسي وبيهربوا، بيخش وحده الكهوف، والبنت هناك بتبدا ان هي تعالج نفسها، وواضح كده ان هي عندها اكتر من قدره. لولوش بيقول لها هو انت ايه اللي استخدمتيه علشان يفقد السيطره على نفسه؟ فبتعرفوا ان هي خلته يشوف كل ذكرياته المؤلمه واللي بيكون منهار بكل المقاييس. وساعتها بنعرف ان اللي اخترعت نايت مير اللي كلين بتستخدمه مخترعه صينيه تعرف لويت كويس جدا. المهم لولوش وجماعته بيروحوا يقابلوا واحد من اقوى قوات المعارضه لليابان، وبعد شويه فعلا بيقدروا يقابلوه في منجم فوجي، ولكنه ما بيقابلهمش بكل موده واحترام، لا ده بيطلع عليهم نايت مير من كل حته، سلموا نفسكم يا اما هتموتوا. وبيطلب من زيرو ان هو يكشف عن وشه دوت بدون اي تردد، بيعمل كده وبتظهر سيسي كلين اللي مخها عامل زي البذره، بتقول ديت مش زيرو، البنت ديت شفتها قبل كده معاه. وفي وسط المعمعه ديت لولوش بيعمل حركه صايعه فشخ، لانه بيكون جوه واحد من النايت مير، وبيطلع وبيهدد لصديق ان هو هيدمر المكان باللي فيه لو ما سمعتوش كلامي. القائد بيقول له هو انت مين؟ فبيقول لهم انا هجيبها لكم على بلاطه، انا مش ياباني. هنا الكل بينصدم، طالما انك مش ياباني عايز تحررنا ليه؟ فبيقول لهم مين قال اللي انا مهتم بتحريركم؟ كل اللي فارق معايا ان انا ادمر بريطانيا، وعرفهم ان هم بدون اي حول ولا قوه، وبيكشفوا وشه للقائد لوحده. بقالي كتير جدا ما شفتكش يا سيد كيرا، انا ابن الامبراطوره ميريانا. العجوز بينصدم، الواد دوت كان رهين عندي لمده 8 سنين، ولكن رجع دلوقتي كشيطان علشان يدمر بريطانيا، وبيقرر يمسك فيه وكمان يدعمه بكل قوته. لولوش نجح تاني، كسب دعم اقوى منظمه في اليابان، بيرجع من الاجتماع وهو حاسس بالانتصار الساحق، وبيروح يقابل شيري في حفله الموسيقى زي ما وعدها، ولكن بيوصل متاخر شويه، وبيلاقيها واقفه لوحدها تحت المطره منهاره. بيقرب منها وهي بتبص له بعيون مليانه دموع، وبتقول له بصوت متقطع زيرو بينصر الضعفاء صح؟ فبيقول لها ايوه، طب ليه قتل ابويا؟ ابويا كان راجل طيب ما عملش اي حاجه غلط، فكان ليه لازم يموت؟ الكلمات دي كالصيف اللي غرست في صدره. ايوان اخيرا لم يعودوا ارقام صامته، بل قلوب تنزف وارواح تنكسر. لولوش بيشوف في الجنازه نتيجه افعاله وبيكون متحسر جدا، حتى سوزوكي بيشتم في منظمه فرسان السود، القسيس عمال يقول كلام طيب عن ابو البنت وقد ايه ان هو حنون، ولما جه يدفنوه الام ما استحملتش وبدات تصرخ ما تعملوش كده، وعماله تعيط. شيري واقفه تايهه وعماله تفتكر في كلامها مع ابوها وهي صغيره، صحابها حواليها بيحاولوا يواسوها، بس في واحد فيهم كلامه كان زي السكاكين في قلب لولوش. سوزوكي زيرو دوت جبان، بيستغل الناس علشان يعمل مصايب ويقول انا كسبت. اي حاجه بتيجي بطريقه غلط ملهاش اي معنى، كل كلمه بيقولها سوزوكي كان زي السهم اللي بيخترق قلبه، ولكنه واقف زي الجبل صامت. بعد ما الناس مشيت صاحبنا وقف مع شيري، البنت بتبص له وبتقول له يا لولو انا اسفه، وبتسيبه وبترجع للبيت. الواد هو كمان بيرجع وبيكون منهار بكل معنى الكلمه. سيسي بتقول له لو هتفضل تعيط على كل قبر شخص انت بتقتله يبقى لازم تدفن القناع مع قبر ابو شيري. الواد بيخش الحمام وذكرياته عماله تخبط في بعض، واخيرا بيقرر ان هو
هو يخرج. وفي نفس الوقت دوت الفوضى شغاله في كل حته، وكورونا الاميره المفتريه بتجهز لعمليه عسكريه علشان تقضي على جبهه التحرير، وسوزوكي مشارك في العمليه ديت. الاوامر واضحه وصريحه، قتلوا اي حد مع هذا الهدف الرئيسي. على الناحيه الثانيه الفرسان السود بيجي لهم الخبر، وزيرو بيجمعهم وبيقول لهم بكل حماس مهمتنا واحده وهي تدمير قوات كورونا وننقذ كل الفاضلين من جبهه التحرير. الليله ديت هنستعيد كل اللي خسرناه. الكل متحمس الا الواد اللي جواه بركان تاني خالص. نرجع تاني للمصيبه الكبيره. شيري البنت عماله تفكر لولو مستحيل ان هو يكون من الفرسان السود ديت، اكيد كدبه، بس خلاص الشك زرع انيابه في قلبها. وفي واحده تانيه جنبها بتولع الدنيا. فيليت الظابطه اللي زيرو مسح ذكرياتها عماله تلف حواليها وبتوريها ادله علشان تتاكد من شكوكها. الله يخرب بيتك يا شيخه. شيري بتحاول تمنع نفسها علشان صديقي محبوبها لولو. ايوه لولوش باسمه لولو، مش مهم يعني. المهم كورونا عامله كماشه على سفينه جبهه التحرير وضرب نار من كل حته. الناس على السفينه خلاص جابوا اخرهم وبيقولوا احنا بنستسلم، بس ديت ما عندهاش تفاهم، بتكمل ضرب وبتقلبها المذبحه. الفرسان السود بقى في تلك الاثناء بيكونوا مستخبيين ومستنيين الاشاره من زيرو علشان يتحركوا، ولكنه بيقول لسه لو اتحركنا دلوقتي كلنا هنموت. الناس اللي على السفينه خلاص ادركوا ان ديت النهايه، والقائد بتاعهم قرر ان هو ياخد القرار الاخير. فانجروا نفسهم بالسائل اللي معاهم بالجنود علشان ما حدش يستخرج منهم المعلومات. من الاخر يعني انتحار جماعي، الكل مصدوم. ولكن هنا عبقريه زيرو الشيطانيه بتظهر. ايوه ديت الاشاره، بيصرخ في اللاسلكي يلا اتحركوا. يا ابن الذين، هو كان مستني الانفجار اللي هيعمل فوضى واللي دمر جزء من قوه كورونا، وبقى عامل زي ستاره دخانيه للفرسان السود علشان يهجموا على مقر قياده البنت ذات نفسها. زيرو استخدم انتحار الناس ديت كطعم علشان ينفذ خطته. المعركه ولعت والفرسان السود عمالين يضربوا في قوات كورونا اللي اتلخبطت. وبعد طول انتظار لولوش بيوصل للمقر وبيواجهها وش لوش. خلاص كش ملك. ولكن هنا يا صديقي بيلمح مين؟ ايوه البنت شيري. طبعا كالعاده لانسلوت بيتدخل وبيقول له يا زيرو انا هقتلك. زيرو بيرد عليه ويقول له ليه دايما بتقف في طريقي؟ ما بيردش عليه والاتنين بيضربوا في بعض حرفيا قلبوها مطحنه. والتفوق بيكون لسوزوكي، خلاص اللانسلوت هيدمر النايت مير بتاع زيرو. لكن على اخر لحظه كلين بتتدخل وبتحاول تحميه. لولوش بيكون واقع وشيري بتاخد المسدس من على الارض وبتوجهه ناحيه زيرو، وشكلها كده ناويه تنتقم لابوها. غلبانه ما تعرفش ان محبوبها هو زيرو. المهم سيسي بتتصل بالفرسان السود وبتعرفهم ان زيرو معاها. بعدها لولوش بيقول لها السلاح بتاعي اتسرق، الاهم ان في حد شاف وشك. الواد بيقول لها ايوه في احتمال يا اما لانسلوت يا اما واحد من الفرسان السود. في نفس الوقت دوت شيري بتكون بتكتب رساله وهي بتعيط. في قصر الامبراطور الظابط دوت بيقول الكورونا اختك دلوقتي في خطر، لذلك احنا لازم نعين عليها حراسه خاصه. نرجع تاني لولوش اللي بيكون سيطر على البنت ديت وبيدخل وبيفتش في غرف البنات. وبعد التفتيش والتدقيق شكله كده بدا يشك في شيري اللي بيظهر قدامها شخص غريب. الواد ما بيضيعش اي وقت وبيركب القطار دوت عايز يروح يقابلها. سيسي بتقول له طالما انك مهتم بيها كده شكلك كده بتحبها. فهو بيقول لها انا ولا بحبها ولا بكرهها، انا بس شاكك ان هي ممكن تكون عرفت هويه زيرو. نروح لها الشخص الغريب دوت بيقول لها لولوش هو اللي قتل ابوكي، هو زيرو. وكما توقعت يا صديقي هي اللي شافت وشه وعرفت حقيقته، هي والملازمه اللي كانت شاكه فيه وبتقول لها يلا قتليه. قامت قتلها هي علشان ما حدش يعرف هويه لولوش الحقيقيه. سحقا يا جماعه. والشخص الغريب دوت عمال يدمر في نفسيه البنت. انت دلوقتي بقيتي حاليا مجرمه زيك زي زيرو. شيري خلاص قربت على الانهيار التام. لولوش بقى لغايه دلوقتي بيكون عمال يدور عليها ولكن مش لاقي لها اي اثر. ساعتها التليفون بتاعه بيرن، هي اللي بتتصل. الواد بيسال هو انت فين دلوقتي؟ صوت تاني بيرد وبيقول له شكلها بيكون ظريف جدا لما بتغضب. طبعا انت عايز تعرف هي فين، وعلشان اعرفك لازم تهزمني في لعبه شطرنج. بيديله العنوان اللي هيلعبوا فيه، وفعلا الواد ما بيضيعش اي وقت وبيروح لهناك وبيقابل هناك الشخص المنشود اللي بالمناسبه اسمه ماو. وبتبدا لعبه الشطرنج. صاحبنا بيلعب بكل عبقريه لكن ماو دوت برضه مش سهل خالص، بيكون قاري اصلا كل تحركاته قبل ما يعملها. بطلنا هيتجنن، هو انت مين؟ الواد بيبتسم بكل خباثه. سيسي ما قالتلكش عني ولا ايه؟ انا عندي قوه كود جياز برضه، من الاخر انا بقدر اقرا الافكار. اخيرا شيري بتظهر وبتكون ماسكه السلاح بتاع زيرو وبتوجهه ناحيته وبتقول له انا هقتلك وبعدها هقتل ماو وفي الاخر هقتل نفسي. لو فكرتي تعملي كده هستخدم قوتي وهوقفك بالعافيه. صاحبنا مخه عمال يفكر مش عارف يعمل ايه. قام دوت قايل له يا ابني يخرب بيتك اختار اي حل، دماغي وجعتني. لكن دوت ما بيديش لكلامه اي اهميه وبيتجه لشيري وبيقول لها ما تصدقوش الشخص دوت كذاب. بس دي بتقول له اخرس وبتطلق عليه نار لكنها ما بتجيش فيه، والواد بيقع على الارض ومعاه كل الصور بتاعتهم. وطبعا قلبها بيلين. وفي اللحظه دي تسيب توصل ماو اول لما شافها بيجري عليها وبيقول لها وحشتيني انا جاي لك اهو. في وسط الفوضى ديت لولوش بيجري على شيري وبيحضنها. البنت منهاره وعماله تعيط يا لولو انا قتلت حد. دوت قال لها ما تلوميش نفسك، انا المذنب الوحيد في كل اللي بيحصل دوت، لذلك انا لازم استحمل كل الالم والمعاناه. قام هي الصرخه فيه وقالت له مش هتقدر تستحمل كل ده. لا هقدر. وهنا بياخد اصعب قرار في حياته. عين الشمال بتنور باللون الاحمر المرعب. انسي اللي قتل ابوكي وانسي اللي انت قتلتيه، والاهم من ده كله انسينا انا بالكامل. على وجع القلب. بالليل البنت بتشوفه وبتقول له هو انت اسمك ايه؟ فقام قايل لها مش لازم تعرفيه. بيرجع لسيسي وبيقول لها هو ماو دوت عدو ولا حليف؟ فبتقول له دوت عدوك اللدود لانه قدرته متخصصه في قرايه الافكار.
يدور، يعني لو وقفت قدامه انت كده هتكون عباره عن كتاب مفتوح بالنسبه له. طب مش عنده اي نقطه ضعف؟ نقطه ضعفه هي قدرته ذات نفسها، لانها خارجه عن السيطره، لانه ما بيقدرش ان هو يوقفها، وبسبب كده بيسمع افكار كل الناس اللي حواليه في نفس الوقت. وهنا بنعرف هو مهووس ليه بسيسي، لانها هي الوحيده اللي ما بيقدرش ان هو يقرا افكارها، هي الوحيده اللي بيحس بهدوء معاها. وبتعرفه كمان ان هو كان بالنسبه لها عباره عن خطوه. لولوش بيبدا يفكر في خطه، وبما انه بيقدر ان هو يقرا الافكار يبقى كده هيقدر ان هو يدمره، لانه هيدور على نقطه ضعفه وهي اخته ناناو. فبيقرر ان هو ياخد اجازه من المدرسه ويفضل قاعد في البيت علشان يحمي اخته. في نفس الوقت دوت شيري بتكون رجعت للمدرسه، البنت رجعت لطبيعتها، او بمعنى اصح الطبيعه الجديده اللي لولوش رسمها لها، واللي بتتعامل معاه كأنه واحد عادي مش فاكر اي حاجه عنه. هو بيعمل نفس الكلام علشان محدش يبدا يشك فيه. تمثيله صعب جدا ولكن لازم يكمل في الطريق. وهو على السلم بيرن عليه رقم بروفايل. ايوه ماو، سيسي جنبك صح؟ اديها انا اكلمها. بيديها التليفون، وبعد ما بتخلص المكالمه بتقول له على فكره كان سعيد جدا. هنا طريقنا هيفترق، انا لازم اتصالح مع ماو. قال لا هتسيبه وتمشي ولا؟ لولوش هيجنن، انت كده بتخونيني، وبيستخدم عليها كود جياس. انا بامرك خليكي معايا، بس مفيش اي حاجه بتحصل، كود جياس ما بتاثرش فيها. بتقول له ما تقلقش انا مش هتكلم عنك، ديت النهايه، وبتسيبه وبتمشي. وبكده صاحبنا بقى لوحده تماما. ماو بيستدرك سيسي لمكان مجهول في مدينه ملاهي، وبيبدا يفرجها على الجناين، وابن المجنونه بيكون جايب معاه منشار عايز يكتب كل الازهار. البنت في لحظتها بتتذكر لما كانت بترعاه وهو عيل صغير، وما بترضاش ان هي تقتله، ولكنه كان على عكسها بيطلع المسدس وطخ طخ طخ. انا عارف انك مش هتموتي مهما اضرب عليكي، ولذلك انا قررت ان انا اعذبك زي ما عذبتيني. وبيكون ناوي يقطعها اجزاء صغيره من خلال المنشار اللي معاه. ولكن ساعتها لولوش بيظهر له على الشاشه وبيقول له انا عارف اسم سيسي الحقيقي، وهي دلوقتي بقت ملك انا. وبيبدا بقى يستفز فيه علشان يلخبطه. الواد بيصرخ وبيقول له تعالى واجهني. وفجاه الشرطه بتحوط المكان من كل حته. انتبه ايها الخاطف، ارمي سلاحك واستسلم. ما هو هيتجنن، شرطه مين اللي بلغهم؟ وفي عز لخبطته بيلمحه وهو واقف قدامه. انت ازاي جيت هنا بالسرعه دي يا غبي؟ اللي كان بيتكلم من البرج كان مجرد تسجيل صوتي، لعبها صح بمعنى الكلمه. ماو بيقع على الارض غرقان في دماغه. لولوش هو المنتصر، قضى عليه. بتعدي الايام زي الفل لحد ما بيجي يوم صاحبنا بيرجع للبيت ومش بيلاقي اخته. فجاه بيجي له اتصال من مجنون. ايوه ماو لسه ما ماتش. اللي بيقول له افتكرتني ميت مش كده ولا ايه يا لولو؟ انا لسه عايش، لو عايز اختك لازم انت تسلمني سيسي. الواد بيقول له قدامك 5 ساعات، لو بلغت الشرطه او اي حد اختك هتموت. اللعبه دي بيني وبينك بس. وبيقفل معاه. لولوش هيتجنن عمال يدور عليها في كل حته. سوزوكي بيشوفه فبيقول له مالك يا صاحبي، فبيعرفوا ان اخته اتخطفت. فالاتنين بيروحوا يدوروا عليها، لكنهم اكيد مش هيلوها بالسهوله ديت. الواد راشق كاميرات في كل ركن، وكمان زارع اسلحه، يعني جديه ميت وجديه ميت، لانه اصلا عارف مكانهم. واول لما بيلمحهم بينزل عليهم بالضرب النار. سوزوكي بكل جنون وشجاعه بيجري بسرعه زي البرق ناحيه الكاميرا وبيكسرها بجسمه. واخيرا بيوصل لناناو اللي بتكون قاعده على الكرسي. وهنا كانت الصدمه، فوقيها قنبله لو اتحركت او حد لمسها هتتفجر بالمدرسه بالكامل. سوزوكي بيقول للولوش انا لازم افكها، فدوت بيقول له مستحيل، لان الاسلاك كلها متلخبطه في بعض ومحتاجه دقه مستحيله. وفي عز الياس دوت صاحبنا بيوصل له خبر ان ماو موجود فوق المدرسه بيراقب كل حاجه من الكاميرات. فبيقرر ان هو يلعب لعبته الاخيره، لعبه انتحاريه. وبيقول لسوزوكي ما تتحركش من مكانك مهما حصل. وبيروح على الكنيسه القديمه وبيلاقي ماو مستنيه هناك ومعاه ركعه شطرنج. الواد بيبتسم وبيقول له يلا نلعب لعبتنا الاخيره يا لولو، وكل قطعه هتكسبها حطها على الميزان. لو الميزان مال ناحيتك القنبله هتتفك، لو الميزان مال ناحيتي اختك هتموت. بتبدا اللعبه وملك الشطرنج لولوش بيتهزم هزيمه ساحقه. كل ما يفكر في خطه ماو بيكون عارفها، فبيلعب لعبه علشان يدمرها. انا شايف كل اللي جواك ايها الهبل، بس دوت هيستسلم. لا والله بيحاول يشتت انتباهه وبيفكر في 7 خطط في نفس الوقت، بس مفيش اي فايده. ماو بيقرا افكاره السطحيه والعميقه. خلاص ديت النهايه. كش ملك الميزان بيميل ناحيه ماو. خلاص ناناو هتموت. لولوش بيتقبل الهزيمه وبيقول انا استسلم. لاول مره في حياته بيحترف بالهزيمه، عينيه فيها دموع وبيترجاه علشان ما يقتلش اخته، لكن ده بيضحك ضحكه شيطانيه. اخيرا قلت حاجه من قلبك، بس للاسف مفيش اي فايده. اختك ماتت يا لولوش. وفجاه بوم، الباب بينكسر وبيدخل سوزوكي. مو مصدوم، ازاي فكيت القنبله؟ ده بفضل تعليمات لولوش. انت قصدك انا كنت بقرا كل افكاره؟ بيتضح ان الفاجر بعد ما ادى التعليمات لسوزوكي استخدم كود جياس على نفسه علشان يخلي مخه صفحه بيضاء بالنسبه لماو. يخرب بيت دماغك ايه يلا ده. ماو في لحظه يأس رمى القنبله الاخيره وقال لسوزوكي فاكر لما قتلت ابوك من 7 سنين؟ صدمه بكل المقاييس. الواد بينهار ودوت بيستغل تشتتهم علشان يهرب من المكان، ولكن سيسي كانت واقفه مستنياه وبكل هدوء بتخلص عليه. لولوش وسوزوكي هما الاثنين واقفين قدام بعض والهواء ما بينهم متكهرب حرفيا. اخيرا لولوش بيتكلم وبيساله وبيقول له بكل هدوء هو انت فعلا قتلت ابوك؟ الواد ما بيردش، بس ملامح وشه عليها الاجابه. لولوش بدل ما يستغل السر دوت عشان يذله او يهدده عمل حاجه غريبه جدا وطمنه. ايوه لولوش استخدم السر دوت كسلاح علشان يبني الثقه ما بينهم. بعدها بفتره بنشوف الثلاثه قاعدين مع بعض والاجواء ما بينهم لطيفه جدا. وقبل ما سوزوكي يمشي لولوش بيقول له انا عايز اتكلم
اتكلم معاك في موضوع مهم جدا. وبعد ما بيمشي بيسال اخته ايه رايك في سوزوكي، فبتقول له بحبه بس انت طبعا اكتر. بشكل كده ان صاحبنا ناوي يقول لسوزوكي على الحقيقه. نروح للفرسان السود. الاخبار السوداء وصلت لهم واحد من اعظم قادة اليابان القديمه كيوشيرو الملقب بالمعجزات اتقبض عليه وهيتم اعدامه. الراجل الاسطوري اللي كان في يوم من الايام هيحرر اليابان هيتعدم. زيرو اول لما بيوصلوا الخبر بيقرر ديت مهمتنا الجديده انقاذه. وفي وسط التجهيزات دي بتوصل لهم ضيفه جديده عالمه هنديه مجنونه اسمها راكاشا، جايه ومعاها تكنولوجيا واسلحه جديده للفرسان السود علشان يطوروا النايت مير بتاعهم. وشكلنا كده هنشوف اكشن على ابوه. وفجاه بيعلنوا عن اسم الجلاد اللي هينفذ حكم الاعدام. كان مين؟ ايوه سوزوكي. يا دي النصيبه السوداء، سوزوكي هيعدم استاذه القديم. ايوه كيوشيرو هو اللي كان بيدربه زمان، ولكن فجاه الارض بتهتز والدخان بقى في كل حته. نعم يا ساده، انه لولوش والفرسان السود اللي بينزلوا ردم فحت فشخ في الجيش البريطاني. وبعد ما بيطربقوا الدنيا في واني تحتاني وبيحرروه، لولوش بيقول له انا مش جاي هنا علشان انقذك، انا عايز استغلك. انت زمان كانوا ملقبينك بالمعجزات المزيفه والشعب الياباني بداوا يحسوا بامل. الامل ده بقى يا معلم انا عايزك تبخره بالكامل، وفي وقتها انا هظهر علشان احقق الحلم الحقيقي. لذلك انضم ليا. كيوشيرو ما كانش قدامه اي حل تاني فبينضم للفرسان السود. بس طبعا ما فيش حلو بيكمل يا صديقي، بيظهر اللي مغص علينا عيشتنا سوزوكي باللانسلوت. بتبدا المعركه الطاحنه. كيوشيرو على طول بينقض عليه، بيفضل يضرب فيه وبيحاول ان هو يعمل معاه اي حاجه ولكنه ما بيعرفش. في وقتها لولوش بيبدا ان هو يديهم التعليمات. ايوه عرف كل تحركات لانسلوت، وبسبب المعلومات دي بيقدروا ان هم يدمروا جزء من اللانسلوت. وهنا بقى كانت الصدمه بالنسبه للولوش، لان بيظهر يا صديقي سوزوكي قدامه. وايوه السفاح لولوش مش قادر يدي امر بقتل صديقه. اما لانسلوت بينزل ونظام جديد وعمال يضرب في كيوشيرو. ساعتها لولوش بيقول انسحاب بحجه ان هم متحصرين. اما بقى يوفيميا خلاص قررت مين اللي هيكون الحارس الشخصي بتاعها. صاحبنا مش بيضيع اي وقت، بنشوفه في اجتماع مع قائد فرسان السود وهو بيعيد تنظيمه بالكامل. الواد مش بيهزر، بيحولهم من مجرد هاويين لمؤسسه عسكريه منظمه. كيوشيرو بقى رئيس الشؤون العسكريه. دين هارد هو المسؤول عن الاعلام والمخابرات. وطبعا في ناس مش عاجبها ان بريطانيا يمسك المنصب ده. لولوش رغم دوت بيكمل وبيقول هاجي انت هتكون نائب القائد، وكلين بقت قائد فريق زيرو الحراس الملكيين بتوعه. يعني يا بختك المايل. ساعتها بيتم الاعلان سوزوكي هو الفارس الملكي بتاع الاميره يوفيميا. الواد بيكون راكع على الارض ودي بتحط السيف على كتفه وبتقول له انا يوفيميا اميره بريطانيا القادمه، امنحك لقب الحارس الشخصي بتاعي. يا نهار بتنجان، قائد فرسان السود هيتجنن. تاني يوم في المدرسه الكل بيحتفل بالفارس سوزوكي. وفي وسط الحفله زيرو بتجيله معلومه داهيه كان مستنيها. يوفيميا وسوزوكي هيسافروا لوحدهم لجزيره شوكينيا علشان يقابلوا واحد من النبلاء عينيه لمعت زي الشيطان. ديت هي الفرصه المناسبه علشان يقضي على اكبر تهديد. سريع بيتجمع مع فرسان السود وبيقول لهم مهمتنا الجديده هي قصر سوزوكي ولانسلوت. الخطه اتحطت والكمين اتنصب. وبعد فتره سوزوكي ويوفيميا بيوصلوا على جزيره شوكينيا وشكل كده ان في شراره حب ما بينهم. وبينما هم يتناولون الحديث بوم هجوم من كل حته. الفرسان السود ظهروا من تحت الارض ومن البحر كمان. المعركه ولعت. الواد بيجري بيحاول يركب اللانسلوت علشان يحمي يوفي، بس لولوش كان مجهز له مفاجاه بنت كلب. بيشغل السلاح الجديد الشيطاني اللي جابته العليمه المجنونه ريكاشا اسمه المعطل. السلاح دوت بيعمل شلل رباعي لاي روبوت شغال. بالفعل بيهجم عليه ولانسلوت الوحش الكاسح اللي ما كانش حد قادر يوقفه بقى مجرد حديده مش عايزه تتحرك. زيرو بيظهر قدامه بيقول له انضم ليا. قام دوت رافض، ففضل يلعب في نفسيته. انت باني لنفسك عالم كذاب، عايز تحقق المساواه في بلد ما بتؤمنش بالمساواه. كل اللي انت بتعمله دوت هبل في هبل. سوزوكي بيتاثر ولكن سرعان ما بيسمع امر اقبض على زيرو. وبالفعل الواد بيعمل كده. يوفيميا بتحاول توقفه بس دوت امر من القائد. كلين بتكون عايزه تساعده بس نايت مير اصلا اللي هي راكبه بيتعطل تماما بسبب الكهرومغناطيسي، فبتقرر ان هي تنزل زي المجنون علشان تمد له يد العون. لولوش بيفعل امره الاخير كود جاس وبتظهر سفينه كورونا وبتنفجر في المكان. سوزوكي بيسحب يلاقي نفسه على جزيره غريبه وبيلاقي معاه كلين. اما لولوش بيلاقي نفسه مع يوفيميا اللي بيكون خلاص هيقتلها، لكن هي بتقول له انا عارفه حقيقتك يا لولوش، ورغم دوت انا ما رضيتش ابلغ عنك. وبما انها عارفه هويته فبيقرر ان هو يكشفها. هي بتكون في كميه السعاده. ففي ذلك الوقت بيكون في خلاف في منظمه زيرو، في قسم عايز يروح ينقذه والقسم الثاني ما بيكونش عايز، وكل واحده بيكون لها قناعاتها ومبرراتها. فبيكونوا حياديين وبيقرروا ان هم يصبروا يوم، لو لقوه خلاص ما لقوهوش يبقى كده مات. المهم نروح للامبراطور البريطاني بقياده زيل. بيدوروا في كل حته على الاميره يوفيميا اللي في نفس الوقت ده بتكون بتتمشى مع لولوش اكبر عدو لابوها. وساعتها بيسمع صوت سوزوكي وكلين. لولوش بيلبس القناع وبيطلع ولسه بيكون هيعمل تبديل رهائن. ظهرت عين كود جياس على الارض بسبب شخصي. الغريب وقتها ان هو بيظهر في المكان اللي فيه الامير زيل. مفيش اي وقت للتفكير، بيتهجم عليه فبياخد كلين وبيركبوا نايت مير الاول من نوعه في العالم. والمفاجاه الاكبر ان هو بيطيروا بالطريقه دي بيهربوا من المكان. بس الغريب ان زيل مش فارقه معاه وبيقول مش مهم، دي كانت عينه اوليه مش اكتر، وشكله كده ناوي على نصيبه كبيره. تاني يوم العالم قالوا في منطقه كيوشو واحد من السياسيين القدامى اللي اسمه ساكي عمل انقلاب بدعم من مين؟ الاتحاد الصيني. يا نهار ابيض الدنيا ولعت بجد. الصين دخلت على الخط رسمي وبدات تحتل اجزاء من اليابان بحجه يا صديقي دعم انساني. دي مش مجرد ثوره، دي كانت بدايه الحرب العالميه. طبعا الاعلام كله بيرمي اللوم على مين؟ صاحبنا زيرو، وبيقولوا ان الفوضى اللي عملها هي اللي شجعت
وقعت الناس علشان تدمر اليابان اكتر ما هي مدمره. نقطع بقى على القصر الملكي. سوزوكي بيحاول يستقيل من منصبه لانه حاسس بالذنب من اللي حصل في الجزيره، وكمان خايف من الاوامر يمكن يعمل حاجه هو مش عايز يعملها. وبيقول لليوفي انا مش مؤهل ان انا اكون الفارس الملكي بتاعك، على فكره انا قتلت ابويا. نسيبنا بقى من الدراما ديت ونروح للامير زيل الداهيه الكبيره. بيلعب لعبته الكبيره وبيجهز خطه علشان يقضي على التمرد اللي حصل في منطقه كيوشو. وطبعا مين السلاح السري؟ مين اللي بيرموا عليه كل الحموله؟ سوزوكي الغلبان هو واللانسلوت. المهم شيري بيكون في المدرسه ولسه مش فاكره اي حاجه، بس حاسه ان في حاجه ناقصه. لقيت المذكرات بتاعتها بدات ان هي تقرا فيها، عرفت ان لولوش هو زيرو. نرجع للشماعه اللي بيكون عامل اجتماع وبيقول لهم احنا مش هننضم للناس ديت لاننا لو انضمينا ليهم هنتركب اكتر ما احنا مركوبين. واظن انكم فهمتوا ما قصدي ايه. ايوه هنعمل دوله جوه دوله، دي هي فرصتنا الوحيده ما ينفعش نضيعها من ايدينا. نروح لحبيبه الملايين كورونا اللي بتتحرك هي وجيشها علشان تقضي على التمرد، ولكن بيقفوا علشان الجو مش حلو. هنا بقى بنعرف خطه الزيل الشيطانيه. بيبعت لانسلوت متركب عليه نظام طيران جديد في مهمه انتحار. انت لوحدك يا سوزوكي هتخترق الدفاع وتدمر مركز القيادات بتاعتهم. ايوه بيرمي الواد في قلب الجحيم لوحده، وبالفعل يا صديقي لانسلوت بيطير زي الصقر وسط الصواريخ والمدافع، بيتحول لوحش كاسح بيدمر كل اللي بيقف في طريقه. جبهه التحرير بدون اي حول ولا قوه قدامه، بيوصل لمركز القياده وبيقابل ساكي وش لوش. بيكون خلاص هيخلص عليه، ولكن في حاجه غريبه بتحصل. يوفي بتتصل بسوزوكي على قناه مفتوحه العالم كله بيسمعها. البنت بكل براءه وعفويه بتقول لسوزوكي انا بامرك انك تحبني وفي المقابل انا احبك. الاميره بتحترف بحبها للفارس بتاعها على الهواء مباشره في نص المعركه. ديت فضيحه ملكيه، العالم مش مصدق اللي بيسمعه. الواد ذات نفسه اتلخبط، بس في نفس الوقت خد دفعه معنويه جباره، حس ان في حد في الدنيا ديت محتاجه بجد. بس المشكله ان الطاقه بتاعت لانسلوت خلاص قربت تخلص، وقبل ما يقع بيشوف حاجه بتطير ناحيته في الجو. ايوه النايت مير بتاع زيرو بيدمر كل حاجه. لا انت اللي جابك هنا؟ انا جاي هنا علشان اساعدك. بيفتح قناه اتصال وبيكلم سوزوكي انا جاي هنا علشان ادمر مركز القياده، انت بتعمل ايه؟ الاثنين قلد اعداء، ولكن في اللحظه دي بيتحالفوا مع بعض. مشهد للتاريخ، لانسلوت وجوين الابيض والاسود بيضربوا مع بعض في نفس الوقت في اقل يا صديقي من ثانيه، بوم كل حاجه خلصت. وبكده بينتهي التمرد. بعدها سوزوكي بيقابل يوفيميا وبيوافق ان هو يرجع كحارس شخصي ليها. بعد كل الاحداث اللي فاتت ديت الدنيا كلها بتحتفل بالانتصار اللي حققوه، وكمان بيعملوا مهرجان ضخم في المدرسه، الكل بقى واقف جنب بعضه، بريطاني او ياباني. الاجواء تبان هاديه ومسالمه لدرجه تخوف. نروح للفرسان السود اللي حالتهم تصعب على الكافر، متحسين ومش عارفين يوصلوا لزيرو علشان ياخدوا منه الاوامر، وخصوصا ان الشعب الياباني منقسم لقسمين، في اللي عايز يستسلم ويعيش سلام تحت الاحتلال، وفي العكس تماما. طبعا نرجع تاني للمهرجان اللي شكله كده هيتقلب لفوضى بسبب قرار رئيس مجلس الطلبه. ايوه قرروا ان هم يعملوا اكبر بيتزا في العالم باستخدام النايت مير، والمصيبه بتزداد لما اوغي وكم واحد من الفرسان بيقرروا ان هم يزوروا المهرجان. وكده صاحبنا فرطه لازم يخبي السيسي علشان رجالته ما تتعرفش عليها. الامور بتتعقد اكتر واكتر لما الاميره يوفيميا بتظهر بذات نفسها في المهرجان علشان تقابل سوزوكي، وبالصدفه بتقابل ناناو في مشهد مؤثر والاثنين عمالين يفتكروا طفولتهم مع بعض. الحمار راكب النايت مير وعمال يعجن في عجينه البيتزا. نقدر نقول كده ان المهرجان ده بيتقلب لخرابه يا معلم. وفي تلك الاثناء يوفيميا بتفجر قنبله جديده محدش كان عامل حسابها على الهواء مباشره، بتعلن عن انشاء منطقه نيان الاداره الخاصه، منطقه لليابانيين يقدروا ان هم يرجعوا فيها لهويتهم الحقيقيه ويكونوا راس براس مع البريطانيين. ومش بس كده، لا لا لا، دي بتوجه دعوه مباشره لزيرو تعال انضم لينا. الحركه دي دمرت كل خطه لولوش لانه لو وافق على العرض كده اكنه بيدمر سعيه بالكامل. وبكده فرسان السود مالهمش اي 60 لازمه. الواد بقى محشور في الزاويه، كل اللي بناه اتدمر في ثانيه الا ثانيه بسبب الاميره يوفيميا. الخطه بتاعتها نجحت نجاح باهر، اكتر من 200,000 ياباني قدموا على طلب الانضمام، ودوت خلى منظمه السود تخسر شعبيتها وتحط في موقف صعب جدا. لو انضموا ليهم هيخسروا سلاحهم وهويتهم، ولو رفضوا كده هيظهروا كاعداء. لولوش كان في وضع لا يحسب عليه، اخته الغير شقيقه دمرت كل احلامه، وفي يوم الاحتفال الاكبر قدام العالم كله زيرو بيظهر. هل جه علشان يستسلم؟ لا والله، بيطلب ان هو يقابل يوفيميا. ايوه زي ما جه في بالك بالظبط يا صديقي، ناوي يستخدم كود قياس عليها ويخليها تطلق عليه نار علشان يحولها لمجرمه، وبكده هيدمر سمعتها للابد. لكنه بيتفاجئ لما البنت بتعرفه علشان تعمل المنطقه ديت اتنزلت عن حقها في العرش، وان كل اللي بتعمله دوت علشان اختها اليابانيه. ايوه هي عايزه تعيش في سلام مع اخواتها. لولوش انصدم تماما وما كانش متوقع ان اخته بالطيبه ديت والاول مره بيحترف بالهزيمه وبينضم ليها. لكن هنا بتحصل الكارثه الكبرى، قوه كود قياس اللي عند لولوش بتخرج عن السيطره وما بقاش قادر يتحكم فيها تماما، وبيعرف اخته عن قوته وبيقول لها انا لو امرتك انك دلوقتي تقتلي كل اليابانيين مش هتقدري انك ترفضي امري. وبالغلط كود قياس بتتفعل عليها. امرك مولاي سيتم تنفيذ الامر حالا. لولوش بيحاول يوقفها ولكن لقد فات الاوان، خلاص بتخرج يوفيميا للاحتفال وبصوت عالي بتدي الامر الصادم يا من تسمون انفسكم باليابانيين اتمنى منكم ان تموتوا جميعا. واحد بيقول لها انت قصدك الطخ مات. المكان اتقلب لمجزره والجنود البريطانيين بينفذوا الاوامر وبداوا يقتلوا في المدنيين بدم بارد. الجنرال دار بيحاول يوقفه فبيموت. سوزوكي كان في حاله صدمه، شايف حبيبته بتتحول لوحش حرفيا. الواد بيدخل في حاله انهيار مره ثانيه، اما لولوش بيكون عمال يصرخ هو ايه اللي بيحصل؟ الكارثه ديت كلها حصلت بسببي. وفي مشهد
تقشعر له الابدان. بيقول دوروا على الاميره يوفيميا واقتلوها. سمعا وطاعا وبيبداوا يدوروا عليها. كلين اتجننت حرفيا بسبب اللي هي شايفاه، فاللي بتلمحه وبتمرجحه لحد ما وصلت ليوفيميا اللي راكبه نايت مير علشان تقتل اكبر عدد من اليابانيين. بتكون خلاص هتخلص عليها، لكن لولوش بيمنعها. بيدمر النايت مير وفي لحظه قلبه بينكسر، بيطلع المسدس وبيضرب عليها نار وبيقول يمكن انت اول بنت انا حبيتها في حياتي. قبل المدعكه دي بقى ب5 دقايق بالظبط سوزوكي بيقابل سيسي اللي مره واحده كده بتنهار. الواد بيجري علشان يشوف اللي حصل لها، ولكن اول لما بيلمسها بيبدا ان هو يغوص في اعماق ذكرياتها، وده اللي بيخليه يغمى عليه. واللي قبله بيحصل اللي بعده حرفيا، ولكن سرعان ما بيفوق بيتجنب الرصاص وبيركب اللانسلوت وبيتحرك ناحيه يوفيميا، وبيوصل في نفس اللحظه اللي لولوش قتل فيها يوفيميا. الجنون وصل ليفل ماكس فبينقض على زيرو علشان يخلص عليه، ولكن سيسي بتتدخل فبياخد الاميره وبيطلع على السفينه علشان يعالجها. اما بقى لولوش بيستغل الكارثه ديت علشان يطلع باعلان ناري، وبيحول الاميره يوفي المسالمه لساحره متعطشه للدماء، وبيعلن قيام دوله اليابان المتحده، وبيوحد كل فصول المقاومه تحت رايته. الشعب الياباني بيولع كله من الغضب وبينضموا للفرسان السود. وعلى الناحيه الثانيه يوفي بتلفظ انفاسها الاخيره بين ايد سوزوكي، وهي مش فاكره اي حاجه من اللي حصلت خالص، وكل اللي فاكره ان هي وحيده اليابان وبريطانيا. ودوت بيقول لها صح، كل اللي انت بتقوليه صح، وديت كانت اخر كلماتها يا صديقي، وبتفارق الحياه. والواد حرفيا منهار. المهم نسيبه منهار ونروح للولوش اللي عنكود جاز بقت شغاله على طول ومش عارف يوقفها. نانا بتتصل عليه وما بتكونش عارفه ايه اللي حصل، وبتساله بكل براءه احنا هنقابل امتى يوفي تاني. قلبه بيتقطع وهو بيكذب عليها، وبعدها بيجهز اكبر هجوم في تاريخه. وعلى الصعيد الاخر كورونا بترجع وبتقسم ان هي هتنتقم لاختها العزيزه. ايوه المره دي غير اي مره. لولوش بيكون بيتكلم مع صاحبه عادي من غير ما يعرف ان هو دوت ألد اعدائه. سوزوكي بيقول ان هو هيحارب علشان ينتقم ليوفي، ولولوش بيقول ان هو هيحارب علشان اخته. كل واحد فيهم بيقرر ان هو يقتل عدوه مهما كلف الثمن. كورونا اخيرا بتتحرك، لسه بيكون هتتنفس، لقيت نفسها هي وكل الجنود بيقعوا في فخ زيرو العبقري. دمر المكان بالكامل وهو عمال يضحك. ايوه الدمار، انا خلاص هتخلى عن كل حاجه، حان وقت فتكك يا بريطانيا. بعد اللي حصل للاميره يوفي خلى الدنيا كلها تتقلب. زيرو بيقرر يولعها اكتر واكتر، وبيعلنها على الملأ وبيقول لبريطانيا قدامك لحد نص الليل، لو ما سلمتوناش طوكيو اعتبروا كورونا وكل قواتها عباره عن اموات. طبعا البنت دماغها بتغلي وعايزه تنتقم لاختها، وبتقول له نهايتك هتكون على ايديا النهارده. زيرو ما بيهزرش، اول لما الوقت بيبدا وما بيلاقيش اي حركه من بريطانيا فبيبدا ان هو يشغل خطته العبقريه، وبيستخدم تكنولوجيا غريبه علشان يسبب انهيار ارض ضخمه بتدمر اطراف المدينه كلها. الجيش البريطاني بيلاقي نفسه محبوس، وهنا الهجوم الشامل من الفرسان السود بيبدا. كورونا بتدي امر بالانسحاب والتجمع عند مقر الحكومه، بس فرسان زيرو مش هيسيبوهم طبعا، مترشقين في كل حته. جيل فورد فارس كورونا الوفي بيقرر ان هو يضحي بنفسه وبيقف في وش يا صديقي فريق يشرو علشان يدي فرصه للاميره ان هي تهرب. اما بقى على الصعيد الاخر وتحديدا في احدى المختبرات البريطانيه بنشوفهم هم بقالهم اكتر من شهر بيعملوا احدى التجارب. التجربه بتفوق وبتقول لهم صباح الخير. اما بقى سوزوكي بيكون لغايه دلوقتي عند جثه يوفيميا، وفي وسط ما هو متدمر بتظهر له البنت الصغيره ديت، وبعدها بيتصل بلولوش علشان يودعه. انا رايح اقتل دلوقتي اكتر شخص انا بكرهه في حياتي، وانا اتصلت بيك علشان ممكن ما تسمعش صوتي من تاني. فبيقول له بالتوفيق. اما بقى فرسان السود بيكونوا سيطروا على مدرسه اشفورد بالكامل، وطبعا ما بيأذوش الطلاب. سوزوكي ساعتها بيوصل لساحه المعركه، والغضب عاميه حرفيا بدرجه لا توصف، واللي بيلمحوا بيمرجحوا. كلين بتتدخل بتحاول ان هي توقفه، ولكنها ما بتعرفش فين زيرو، ولما ما بيلاقيش اي اجابه بيفضل يعذب فيها. ساعتها بيظهر له وبيقول له تعالى لي. الواد بيتحرك ناحيته زي الصعران، واول لما بيوصل للمكان المنشود بوم بيتعطل. وفي تلك الاثناء اوغي بيروح يقابل الجاسوسه بتاعته اللي بكل سوء الحظ استعادت ذاكرتها، وبتديله طلقه بتجيبه على الارض. اما لولوش بيخش وكر العقارب برجليه. كورونا استقبلته استقبال حار، ولكن ده معاه سلاح فتاك يابا. في لحظه واحده بيبيد نص جيشها، ولكنها بتضحك وبتنقض عليه. ايوه كانت عامله له كمين وخلاص قربت ان هي تقضي عليه، ولكن هنا بيحصل اللي ما كانش على البال ولا على الخاطر. ديرلينتون واحد من اخلص رجاله كورونا بيغدر بيها. ايوه لولوش كان مستخدم عليه كود جياس، ولما بيفوق بوم بيخلص عليه. بعد ما لولوش كشف نفسه لكورونا استخدم عليها كود جياس علشان يعرف مين اللي قتل امه، لكن هنا الصدمه بتقول انا ما اعرفش اي حاجه، والدنيا متلخبطه ليفل ماكس، لان ساعتها امه هي اللي طلبت ان هي تمشي الحراسه. اي نعم انا كنت الحارسه الشخصيه بتاعتها ساعتها، بس هي طلبت مننا كلنا نمشي، ولو عايز تعرف حاجه لازم تقابل الامير زي. وفي وقتها بتظهر سي وبتصدم
بيتكلم لولوش لما بتعرفوا ان اخته اتخطفت وراحت على جزيره كامبان. لولوش بيكون هيتجنن وكل همه ان هو يوصل لاخته، لكن قبل ما يتحرك بيظهر جريمه علشان ينتقم منه. لولوش بيحاول يهرب بس على مين؟ حتى الصواريخ مش نافعه معاه. وفي نفس الوقت دوت في طوكيو الكارثه حصلت للفرسان السود، بيخسروا كل حاجه من غير لولوش. اللي يتخلى عنهم اوغي بيتصاب، بيطلب من كلين المساعده ولكنها اصلا محتاجاها، واللعبكه بتزيد لما نيمي بتظهر ومعاها قنبله ممكن تدمر طوكيو بالكامل. وفي تلك الاثناء لولوش وسيسي بيكونوا وصلوا على الجزيره، وهناك بيقعوا في فخ بيخلوهم يشوفوا كل ذكريات سيسي المؤلمه عن ماضيها، العبده الضعيفه الساحره الشريره، ازاي اتحرقت، ازاي اتهموها، ازاي كرهوها. البنت اصلا ما بتكونش فاكره هي بقالها قد ايه عايشه ولا حتى من جنس ايه، وبتكون خايفه جدا. فدوت بيطمنها وبيقول لها انا شريكك، لو انت ساحره فانا هكون المشعوذ بتاعك. جريمه بيظهر من تاني، مش هحلك يا زيرو وانت لازم تموت هنا ودلوقتي. وبنعرف يا صديقي ان هو كان بيتعمل عليه تجارب، ايوه اتحول لنص آلي، ودوت بقى السبب ان هو لغايه دلوقتي قادر ان هو يقف على رجليه على الرغم ان هو اصلا مفلوق. سيسي بيقرر ان هي تضحي بنفسها علشان تخلي لولوش يروح يشوف اخته، وبتبدا المعركه الطاحنه ما بينهم. الواد بيخش للكهف وعمال يدور على اخته، وهناك بيلاقي سوزوكي مستنيه. دلوقتي الكل عمال يضرب في كله، يا ترى مين اللي هيضحك في الاخر؟ كلين هي كمان بتوصل، وهنا كانت الصدمه الكبيره. سوزوكي بيضرب نار على قناع زيرو وبينكسر، وكالين بتشوفه بعينيها، ايوه لولوش هو زيرو. البنت بتتمسمر مكانها وبتقول له واحنا كنا مجرد بضايق في ايديك، حتى انت استغلتنا احنا كيابانيين. لولوش مش بينكر خالص وبيحاول يتفق مع سوزوكي علشان يروح ينقذ اخته، لكن دوت بيرفض رفض تام وبيقول له انت السبب في موت يوفي، لذلك انت لازم تموت. دوت كشف عن القنبله، لو قلب وقف كلنا هنموت. الاتنين بيصوبوا المسدسات على بعض، وفجاه بنسمع صوت طلقه نار بتنهي المشهد. وبعد سنه كامله على هزيمه الفرسان السود وموت لولوش، بنشوفه هو في كذبه كبيره اسمها الطالب الثانوي الكحيان، كل همه ان هو يهرب من الحصص مع اخوه المزيف رولو. بيروحوا سله الشطرنج علشان يتسلوا، هناك بيلاقوا كلين يا صديقي مهانه، فلولوش بيروح يدافع عنها على الرغم اصلا ان هو مش فاكرها. وتحت سطح العالم الامبراطور البريطاني دايس على اليابانيين وبيعاملهم كالحسالة بلا حقوق، الظلم والقهر في كل حته. ولولوش حاسس ان في حاجه غلط، حاسس ان العالم دوت لازم يتغير بس ليه مش عارف. لكن وفجاه العالم المزيف دوت بيبدا ينهار، دماغه بدات تفوق. الفرسان السود بيهجموا على المكان، ايوه في عمليه انتحاريه، الكل عمال يقتل في كله، المكان اتحول لساحه حرب. والواد بيفتري عن اخوه اللي بيكون منهار لان اخوه هي حياته كلها. بيلاقي جثث من البشر، الواد بيكون هيتجنن، وفجاه بتظهر سيسي بتقول له كلام غريب وبوم. الجنود البريطانيين بيظهروا مش علشان ينقذوه، لا دوت علشان يسقفوا له على نجاحه، مهمتك طعم نجحت، وبيضربوا سيسي بالنار. نفس المشهد اللي حصل في الاول. لولوش بيقول هو ايه اللي بيحصل وانتوا مين وانا اخويا فين، انا كده حياتي اتدمرت. في وقتها بيسمع صوت سيسي بتقول له كل دي كدبه، انت لازم تفتكر قوتك علشان تغير العالم، حياتك ديت كلها كانت عباره عن مسرح ضخم، ابوك هو اللي مدبرها الامبراطور علشان يستخدمك كفخ ويصطاد بيك الساحره الغامضه سيسي. ايوه صديقي الامبراطور كمان عنده قوه كود جياس، ولما كانوا خلاص هيخلصوا عليه بعد اتمام مهمتهم بيسمعوا صرخه بتخرج من اعماق قلبه. ايوه لولوش رجع، عيني بتنور بكود جياس وبيقول لهم انا بامركم بقتل نفسكم، ودول سمعا وطاعا مولانا الملك. فرسان السود بيقولوا مستنيين اوامره، والدهب بيعلن الجوله الثانيه على العالم. وهنا بنشوف فلاش باك لما سوزوكي خان لولوش وسلمه لابوه، وده علشان يكون واحد من فرسان المائده. الامبراطور عجبته الهديه واستخدم على الواد على طول كود جياس علشان ينسى كل حاجه ويزرع اخ مزيف يراقبه 24 ساعه، وكده كابوس بريطانيا رجع علشان يدمرها عن بكره ابيها. وعلى الصعيد الاخر كلين بتكون عامله شغل فاخر من الاخر، واللي بتلمحه بيتشلحه، والوضع عالي العال، بس بيظهر نايت مير سريع ومحدش قادر ان هو يقف ضده. واحد من رجاله زيرو المخلصين بيقرر ان هو يضحي بنفسه علشان يحمي الباقي. لكن انت فاكر ان بعد غياب سنه لولوش هيخلي واحد من رجالته يموت؟ قولها معايا، لا والله مخه بيشتغل زي الكمبيوتر، وبيحط خطه جهنميه للقضاء على القنصليه الاتحاديه الصينيه. ايوه بيخترق الشاشات وبيعلن رجوعه للعالم كله، وبيأسس الولايات المتحده لليابان من تاني جوه القنصليه الصينيه. يا نهار جنون، دوله جوه اوضه صغيره. رولو الاخ المزيف يروح يقابل شاب غريب وبيقول له بكل بروده انا جاي هنا علشان اقتل زيرو. تاني يوم الواد بيرجع للمدرسه ولكن عليه حراسه مشدده 24 ساعه، حتى اصحابه في المدرسه عملوا لهم غسيل مخ وبدلوا ناناه وبرولو اللي بيروح له علشان يجس نبضه، وبيلاحظ ان هو معاه الكلاده اللي اداها لاخته، والغريب ان دوت بيمسك فيها اكنها جزء من حياته. وبعدها بيروح لفيلوت علشان هو جزء من فريق المراقبه، اللي ساعتها بيحس ان في حد مستخبي فبيستخدم كود جهاز بتاعته اللي هي توقيف الزمن وبيقتله. بابا شكله كده ما بيهزرش ابدا. في نفس الوقت الفرسان السود بيكونوا محبوسين في السفاره الصينيه، والجيش البريطاني محاصرهم من كل حته. وجيلفورد بيعلن ان هو هيعدم كل زملائهم اللي تم القبض عليهم علشان زيرو يظهر. بنشوف فلاش باك لما سيسي بتدي لولوش عدسه علشان يحطها على عينيه لان قوه كود جهاز بقت شغاله على طول. في الحاضر زيرو لازم يتحرك بس ازاي، هو متراقب من كل حته. هنا بيجي له الخطه الجهنميه، بيعمل نفسه طالع في موعد مع البنت الشيري علشان يشتروا هديه لفيلوت. طبعا فريق المراقبه ومن ضمنهم رولو كلهم ماشيين وراه، بيدخلوا مع المول التجاري، والواد بيستغل الموقف وبيتسلل لمتجر صغير وبيعمل مكالمه تليفون
تليفونيه وبوم انذار، انفجار بيحصل في المول وحرفيا المكان بيتقلب راسا على عقب، الناس كلها في حاله هلع. صاحبنا بيستغل تشتت الفرقه وبيهرب منهم وبيرجع للقاعده المراقبه السريه اللي تحت المدرسه واللي كانت فاضيه علشان الكل راح يدور عليه هناك. بيستنى رولو لما بيوصل لوحده وبيستخدم عليه قوه كود جياس، لكن هو كان اسرع منه في لمح البصر، بيستخدم توقف الزمن وبيحط المسدس على دماغه خلاص هينهيه. لكن طبعا لولوش بيلعب لعبته النفسيه من تاني وبيقول له انت لو قتلتني دلوقتي مهمتك هتفشل لانك مش هتعرف تقبض على سيسي، والاهم من دوت بيعرض عليه مستقبل وعيله حقيقيه. بيقول له انت هتفضل اخويا وهنعيش مع بعض لبقيه حياتنا. رولو القاتل اللي طول عمره مجرد اداه بيتاثر بالكلام، وفي وسط المعمعه دي بتحصل الكارثه السوداء. الفرسان السود بيتفاجئوا لما الاتحاد الصيني اللي كان المفروض بيحميهم بيخونهم. الوضع مأساوي بكل المقاييس. بنشوف الماضي بتاع الواد رولو ازاي ان هو كان قاتل على الرغم ان هو طفل، وعلى لسانه بيقول لو سالتونا انا قتلت كام شخص مش عارف اجاوب. رولوش بيسالوا القوه اللي معاك هي ايقاف الزمن مش كده؟ الواد بيقول له انت عبيط وانا ايه اللي هيخليني اقول لك اصلا؟ بس ساعتها العبقريه بتشتغل، بيشاور على العدد اللي جنبه وبيقول له كل الوقت دوت وانا بعد الثواني بنفسي، وقدرتك هي ايقاف الاحساس بالزمن عند الناس اللي فيهم قطره عين. الواد مصدوم وانا كمان مصدوم، ازاي في ثواني قدر ان هو يحلل قدرته بالسرعه ديت؟ ده احنا حمير. بيكمل كلامه بيقول له انت لو قتلتني مش هتكسب اي حاجه وكمان مش هتقبض على سيسي، وهي الهدف الاساسي. انت عايز تفهمني انك ناوي تخونها يعني؟ فقام قايل له هي اكيد مش اهم من حياتي. بيساله صح انت ناوي تعمل ايه بعد المهمه ديت؟ اظن كده انك هتفضل كلب لسيدك زي ما انت، وديت اكيد مش عيشه. وبعد كام كلمه خبيثه كده بيقدر ان هو يخلع منه، ولكن التفكير واكل دماغه، وخصوصا ان هو مش عارف يعمل ايه مع الواد اللي مش واضح عليه ان هو طمعان في منصب ولا في فلوس ولا اي شيء. رولو عباره عن آلة، وكمان اللي محيره اكتر ان هو لو قتله كده ابوه هيبدا ان هو يشك فيه، ده غير اللي هيحصل بكره واعدام كل مساعدينه. العمل هو مش عارف. وفي صباح اليوم التالي في ساحه الاعدام مليانه ناس، بس انت فاكر ان هم هيموتوا ولا معايا صديقي؟ لا 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 والله. زيرو بيظهر. يخرب بيت جنونك يا جدع اللي انت بتعمله دوت. داخل وسط ساحه الاعدام بنايت مير فاكسان، جيلفورد حس ان ديت فرصه العمر، فلولوش رمى الصناره وقال له ايه رايك نخش في مواجهه واحد ضد واحد؟ فالحمر بيبلع الطعم وبيمسك رمح، اما صاحبنا بيمسك غطا حلاق، وعلى طول جيلفورد بينقض عليه، ولكن بوم الساحه من تحتيهم بتبدا ان هي تنهار. ايوه الشيطان كان مسيطر على المسؤول عن الساحه، واللي بعد ما بيخلص مهمته بينتحر. زيرو بيدي اوامر لكلين اولوياتنا القصوى هي انقاذ اصدقائنا، ودي لما بتصدق عباره عن قنبله فساد، واللي بتلمحه بتمرجحه بتشلحه يعني بتفرمه من الاخر. الساحه ولعت، وعلى الرغم ان المعركه دلوقتي بقت في صالح لولوش الا ان هو بيقول انا هموت هنا، ودوت طبعا غريب جدا بس مش غريب في نفس الوقت، لان اللي بيلاحقه هو رول اللي بيقول انت كنت بتخدعني طول الوقت دوت لذلك انا لازم اعدمك هنا. لكن ساعتها بيتضرب عليه قنبله نوويه كفيله ان هي تدمره، بس على اخر لحظه لولوش بيتدخل كالعاده وبيقول له يلا انت اخويا انا عمري ما اقتلك حتى لو ذكرياتي مزيفه، انت هتفضل اخويا طول عمرك، انت زي ناو. جيلفورد بيلاقي الفرصه علشان يقتل زيرو، بيهجم عليه خلاص هيموت، بس رولول هو اللي بينقذه المره دي. ايوه كلمات لولوش حركت مشاعره، وعرف ان هو ما كانش في مهمه ديت الحياه اللي كان بيتمناها، وكان بيتمنى كمان اخ زي لولوش اللي اصلا هو اللي كان لاعب اللعبه ديت. ايوه الشخص اللي ضرب على رول نال هو كان متحكم بيه بالكود جياس. يا اخي والله الواحد طيب، تخيل كده انك بتتعامل مع ناس بنفس التفكير ده، التفكير الشيطاني مهما تعمل هتلاقي خازوق طالع لك من تحت الارض. المهم الحراس الصينيين بيكتفوا باللي هم شافوه وبيدوا امر بالرجوع لبريطانيا علشان ما تكونش حرب اهليه، لينتهي اليوم بتحرير الفرسان السود وعوده الاسطوره زيرو. بس عارفين ايه اللي افجر من دوت؟ حتى لولوش بيخلي سيسي تظهر قدام رول اللي بتقول له مكانك مش هناك، مكانك هنا كدرع لزيرو، انت اخوه لذلك انت لازم تحميه حتى لو دوت هيكلفك حياتك. لولوش بيقول في نفسه استنى اصبر ده انا هحلبك حرفيا هعدمك العافيه، وفي الاخر لما احس انك مالكش اي 60 لازم هرميك زي الزباله. انا ماليش غير اخت واحده وهي ناو وانا لازم الاقيها. لا لا انا مش قادر. بعد عوده زيرو المضويه للفرسان السود الكل بيحتفل بيه وهو بيقول لهم انا رجعت علشان ادمر بريطانيا، ورغم ان هو استخدمهم كبضيق الا ان دول بيقرروا ان هم يكملوا رحلتهم معاه، وكلين بيعيد تعيينها كقائده الحراس. ساعتها بتحس ان هو لسه مخبي اسرار ما قالهاش عليها، فما بتديش الموضوع اي اهميه لانه في الاخر هيعرفها. وتاني يوم في اكاديميه جيلفورد سوزوكي بيرجع الفارس السابع والملقب بالموت الابيض. لولوش اللي لسه مسترجع ذكرياته بالكامل بيبص لصاحبه القديم وهو عارف ان هو مجرد كلب حراسه مزروع من الامبراطور علشان يتم مراقبته 24 ساعه. الاتنين بيبصوا لبعض بنظره حاده وبيفتكروا ماضيهم، وان دوت تخلى عن وطنه وده كمان تخلى عن وطنه، مع ان اصلا هدفهم واحد. الدنيا بتتعقد اكتر واكتر لما بيوصل اتنين من اقوى الفرسان الملكيين واللي هم جين وانيا اللي بيكونوا مبدعين في ساحه المعركه. يوري اليابانيه رئيسه مجلس الطلبه بتقرر ان هي تعمل احتفالا ترحيبا بسوزوكي، وديت الفرصه الذهبيه للوش وسط الفوضى والحفله والمهرجانات واكبر بيتزا في العالم. بيتحرك زي الشيطان وبيتواصل مع سيسي وبيوجه لها اوامر سريه وكل دوت وهو بيمثل ان هو طالب عادي. رولو بيثبت ولا لولوش لما بيكشف له سر فيليتا مدرسه الرياضه وعلاقتها القديمه باوغي، وبكل بروب بيبتزها وبيجبرها تشتغل جاسوسه لولوش. فوق سطح المدرسه الصديق
صديقين بيتقابلوا. سوزوكي بيكشف عن طموحه ان هو هيوصل لمنصب الفارس الاول اعلى رتبه في الامبراطوريه بالكامل، وساعتها هيطلب حكم اليابان علشان يديها استقلالها، وبكده وجود زيرو واتباعه مش هيكون ليهم اي لازمه. وعلشان يرمي الطعم الاخير سوزوكي بيدي التليفون للولوش وبيقول له كلم الحاكمه الجديده للمنطقه 11. الواد بيمسك التليفون وبيحاول يحافظ على هدوءه، لكن يا صديقي كيانو بيتزلزل لما بيسمع صوت اخته، لانه كان فاكرها اصلا ميته وهي بتقول له بمنتهى البراءه ان هي الحاكمه الجديده. كل حاجه بتنهار جوه لولوش. صاحبه سوزوكي الوحيد مش بس خانه، لا هو كمان بيستغل اغلى حاجه في حياته كطعم علشان يوقعه في فخه. رولو بيظهر من وراهم ومن غير ما اي حد يحس بيفعل كوجياس وبيقول له قدامك 5 ثواني ديت فرصتك. انا لولوش انا هاجي انقذك في اقرب وقت ممكن، بس ارجوك ما تعمليش اي حاجه متهوره. وبكده سوزوكي بلع الطعم. على الناحيه الثانيه في قاعده كاليفورنيا الاجواء متكهربه، القاده بيستعدوا للوصول للحاكمه الجديده نانالي. الخطه الشيطانيه استخدام بنت كفيفه ومشلوله كرمز للسلام. زيرو هيسمح لهم يعملوا اللي هم عايزينه في اخته. لا والله بيتجهز لاكبر عمليه اختطاف في التاريخ مع سيسي. بيصرخ فيها وبيقول لها كل اللي بعمله دوت علشان ابني عالم مسلم لنانالي، وانا مستعد ان انا اولع في بريطانيا، لا في العالم بالكامل علشان احميها. بترمي قنبله في وشه وبتعرفوا ان في شخص زيها اسمه فيه بيقدر يدي اي حد قوه كود جياس. هو وابوك عملوا صفقه زمان ان هم يسيطروا على العالم. الواد بيسمع من اليمين بيطلع من الشمال لان العمليه الجويه بتبدا، وبريطانيا كانت على اتم الاستعداد علشان ما فيش حاجه تحصل، ولكن كما هو متوقع بوم. ايوه اصدقائنا بينزلوا عليهم زي المطر من السماء، واللي بيلمحوا بيمرجحوه بيشلحوه. لولوش بقى استغل الفوضى ديت وكان جوه وشغل كود جياس على الاثنين دول. انا بامركم انكم تموتوا سمعا وطاعا، وبيكمل ناحيه اخته. ولكن يا فرحه ما تمت فرسان المائده بيتدخلوا، وما هي الا ثواني معدوده المعركه بتتقلب 180 درجه لصالحهم، والفرسان السود مش عارفين يعملوا اي حاجه. جوه بقى لولوش بيتقابل مع نانالي ولكنه بينصدم. ديت مش اختي. البنت بتكون خايفه وبتقول له انت جاي هنا علشان تقتلني زي ما قتلت اخواتي صح؟ الواد بيتجمد مكانه. ساعتها البنت بتعرفه ان هي هتكمل حلم اختها يوفيميا. في نفس الوقت دوت لانسلوت بيوصل له التحديث الجديد وبيتحرك زي المدفع ناحيه كلين، واللي بضربه واحده بس كانت كفيله ان هي تعطله وبتبدا ان هي تقع. البنت خلاص ادركت ان ديت النهايه، ولكن بوم بتوصل لها هديه من ركاشه واللي هي اجنحه. بتبدا على طول تركب فيها، وعلى الرغم ان كان في شويه مشاكل في السيستم وما الى ذلك، ولكنها قدرت ان هي تتكفل بالموضوع. لا وكمان بتعالج الضرر اللي كان فيها، ومن غير تضييع اي وقت بهجمه واحده بس بتدمر 3. يلا اللي بعده يا هان هي ساعده، وكانت خلاص قربت ان هي تدمر انيا، ولكنها بتستخدم الشبكه العنكبوتيه، وعلى اثر ذلك بتبعد عنها. سريع بتنقض على لانسلوت بسلاح التدمير، وقبل ما يتم تدميره بالكامل بيوصل له امر سيبك من اللعب دوت وروح انقذ نانالي لان لولوش معاها جوه. ولولوش بقى جوه كان لسه متجمد مكانه مش عارف يعمل ايه، ياخدها معاه بالقوه ولا لا. وفي وسط ما هو غرقان في تلك الافكار السوداويه بيوصل سوزوكي وبينقذها قبل ما السفينه بتتدمر، ولولوش لحسن الحظ بينجو. وهنا بيدرك ان نانالي مش مجرد هدف بيحميه، دي ليها احلامها وطريقتها الخاصه في السلام. لولوش بيصحى من كابوس بس الحقيقه ده ألعن من الجحيم ذات نفسه. بيفتح التلفزيون علشان يلاقي الصدمه اللي هتهد كيانه. اخته نانالي طلعت في بث مباشر وبقت الحاكمه الجديده للمنطقه 11 ورمت اول قنبله في وشه. انا هعيد انشاء المنطقه الاداريه الخاصه باليابان. ايوه المشروع الملعون اللي ماتت فيه الاميره يوفيميا والالاف من اليابانيين. انا عارفه ان انا كلامي غريب جدا، بس علشان نحقق السلام لازم كلنا نتعاون مع بعض، مش تفرق اذا كان انت ياباني ولا بريطاني ولا حتى من الاتحاد الصيني. وكمان بتدعي فرسان السود ان هم ينضموا ليها. هنا لولوش حس ان كل حاجه بتتدمر، كل الدم كل التضحيات كانت عباره عن هباء منصوره. هو انا كنت مش بعمل كل دوت اصلا علشانك؟ ازاي انت اللي بتحترضي طريقي دلوقتي؟ الواد طفح به الكيل وواصل لقمه الياس. كلين بترن عليه فبيقفل وبيكسر التليفون علشان ما حدش يعرف يحدد مكانه. بيلف في الشوارع وبيطلع غضبه على شويه بلطجيه، بيستخدم كود جياس عليهم، انت ارقص وانت اعمل ضغط وانت قلد القرده. وفي الاخر لقى نفسه في منطقه جينجاكو، نفس النقطه اللي بدات منها كل حاجه. وهناك كان على وشك ان هو يضرب حقنه مخدر اللي بيرجعك للماضي الحلو، بس على اخر لحظه كلين بتتدخل وبتحاول تصحي الشيطان اللي جواه، ولكنه بيرد ببرود وقسوه وبيقول لها بقول لك ايه ما تسليني شويه. فبترزعه قلم بيزلزل كيانه وبتصرخ فيه وبتقول له كمل الكدبه للاخر يا زينو. وبتعرفه كمان ان هي بتحبه ولكن مش بالطريقه الوسخه اللي هو شايفها بيها دلوقتي، وبتسيبه وبتمشي وهو غرقان في تفكيره. ساعتها رولو بيظهر زي الشيطان وبيقول له بقول لك يا عم ما تسيبك من الحياه ديت وترجع كطالب عادي. الواد بيسمع كلامه وبيرجع لاكاديميه اشفورد بس محطم بالكامل من جوه. ولكن هناك كانت في مفاجاه ولا على البال ولا على الخاطر. صحابه في مجلس الطلبه لغوا الرحله المدرسيه علشان يولعوا العاب ناريه مع بعض، والكل بيتمنى امنيه وامنيه شيري يا صديقي انهم يتجمعوا مع بعض زي الاول. اي نعم احنا لسه ناقصنا 2 بس اكيد هنتجمع في يوم من الايام. وفي اللحظه ديت لولوش بيفتكر كلامه القديم عن السعاده اللي شبه الازاز الشفاف، وبينما هو غرقان في تفكيره
في لمبه بتخبط في البصله بتاعته. فهم ان معركته ما بقتش عشان نانلي بس، لا ده علشان العالم الهش اللي هو عايش فيه هو واصحابه. وعلى الجانب الاخر الفرسان السود كانوا في جحيم حقيقي، الغواصه بتاعتهم محاصره من الاسطول البريطاني، بيرموا عليهم قنابل عملاقه من كل حته نازله عليهم زي المطر، الموت على بعد ثواني ومحدش عارف يعمل اي شيء. وفجاه صوت زيرو بيخترق اللاسلكي، الامل رجع من تاني، بيدي اوامر وهو ماسك الخريطه بتاعه البحر، بيحدد لهم مكان يضربوا في كل الصواريخ في قاع البحر. طبعا مستغربين ايه الهبل اللي انت بتقوله دوت، بس بينفذوا الاوامر، بيوجهوا كل الصواريخ لهناك. وفجاه ارضيه البحر بتنفجر وبيخرج منها غاز الميثان اللي بيتفاعل مع الميه، وبتطلع فقاقيع عملاقه بكثافه مائيه. وفي مشهد ايقوني سفن الاسطول البريطاني بتتقلب على وشها، وبعد ما حط عليهم حطتين بيظهر قدام سوزوكي وبيرمي القنبله الاخيره. الفرسان السود هينضموا للمنطقه الاداريه الخاصه. الكل مصدوم الا البطل اللي من جواه بيضحك. دي مش النهايه، دي البدايه الحقيقيه للحرب. علشان تهدم العالم لازم تدخل جوه القنبله بذات نفسك. السلام المزيف بيبدا باسم زيرو. هو انت ايه اللي لسه قايله دوت؟ هو احنا فعلا هننضم ليهم؟ عرفنا انت بتعمل ايه. فبيقول لهم كل دوت جزء من خطتي. طبعا الشعب الياباني كان رافض رفض تام ينضموا للمشروع دوت. ايوه لسه ما نسوش المجزره اللي حصلت. نانلي كانت بتبذل قصارى جهدها، اما سوزوكي كان بيضحك مع اصدقائه، ولكن لما كان بيروح للشغل كان مكروه بكل معنى الكلمه. في واحد من اليابانيين بينقض عليه وبيكون خلاص هيقتله، والواد كان مستسلم على الاخر، ولكن كوجياس اللي زيرو زرعها فيه بتقول له عيش، واجبرته ينجو غصب عنه. الواد بقى قاعد على كرسي الاتهام 24 ساعه. نسيبنا بقى من الفاكسان دوت ونروح للاستراتيجي الفاجر اللي كان بيخطط لمعجزه. بيتواصل سريا مع فرسان المائده وبيعرض عليهم عرض ما يتفوتش. بصوا انا هنضم ليكم وهنخلي مليون ياباني ينضم للمنطقه الاداريه، ولكن في المقابل ادونا عفو خفيف ونفوني من البلده. طبعا بيوافقوا بدون اي تردد. لو الراس الكبيره هربت يبقى كده المقاومه مش هيكون لها اي لازمه. نانلي بتمضي على العقد وهي بتفتكر حلم اختها. جه اليوم المنشود وفي مليون ياباني بيبصوا للمستقبل، والاعلان اللي صدمهم سيتم العفو عن الجميع ما عدا زيرو، هيتم نفيه لانه قتل الامير كلوفيس. طبعا الكل متضايق، وهنا بتظهر عبقريه بطلنا الخارقه للطبيعه بيظهر على الشاشه العملاقه. انا مش عندي اي مانع ان انا اتنفي، ولكن انا عندي سؤال ليك يا سوزوكي، هي يعني ايه يابان بالنسبه لك؟ شكل كده مش هاخد منك اي اجابه. وبوم دخان بيجتاح المكان بالكامل، ولما بينكشف هنا كانت الصدمه. كل اليابانيين لابسين الخوذه ولبس زيرو. لو هيتم نفي زيرو يبقى احنا هنيجي معاه. انتم متخيلين العظمه؟ لولوش حول قرار النفي لاكبر عمليه هجره جماعيه في التاريخ، لانه تواصل مع الاتحاد الصيني وبعتوا له يا صديقي سفينه. لا يا معلم ديت جزيره متنقله تشيل اكتر من 1,000,000 بني ادم. وهنا سوزوكي اتحط في وش المدفع، يا اما يفتح النار ويعمل مذبحه تانية، يا اما يسيبهم وفخره يبقى عامل زي السروال المستعمل. الواد تحت ضغط الجياس اللي بيأمره ان هو يعيش ويحترم مبادئ السلام اللي امنت بيها يوفيمي ونانلي، خد قرار وسابهم يمشوا. وهكذا ابحر مليون ياباني لمستقبل جديد، مش كلاجئين لا كشعب اختار طريقه بنفسه. لولوش واقف على ظهر السفينه بيتفرج على الانتصار اللي بناه، وعلى فهمه العميق لنفسيه العداله، وكمان على استغلاله لطيبه الناس وعذابهم. هو عارف كويس ان كل معجزه بيصنعها بتزود من حمل الخطيئه اللي عمرها ما هتتغير. طبعا انت دلوقتي بتسال ايه علاقه لولوش بالاتحاد الصيني؟ ده شينغيكي مستشار قد الدنيا في الصين مبعوث لبريطانيا علشان يساعدها في احتلالها، ولكنه لما وصل تلقى اوامر من الاميره كاجويا بمد يد العون لمنظمه زيرو، وحرفيا لولا مساعدته ما كانش لولوش قدر ان هو يوصل للمرحله ديت. دي هي بقى الاميره كاجويا اللي عماله تعبط في بطلنا، وسبب المساعده الزواج من زيرو. تمام، في قلب الاتحاد الصيني وعلى جزيره هوري اللي اترممت علشان الفرسان السود اللي بيكونوا لسه بياخدوا نفسهم يا عيني على الجنود شغالين استقرار والتفريغ في الاسلحه الجديده اللي جايه من الهند، والدنيا تمام التمام. بس طبعا مش عند الكل، العقل المدبر بتاعهم زيرو كان بيخطط لمصيبه جايه، رسم الخطه بمنتهى الجراءه. يا جماعه انا مش ضد الاستقرار، ولكن احنا هنقلب الاتحاد الصيني كله، ودوت هيكون سهل جدا لان الملكه اللي محتليه العرش عندها 6 سنين وبيتم التحكم بيها طبعا من خلال الوزير واتباعه. الهند بقى واللي هي تابعه اصلا للاتحاد الصيني بيصلحوا كل نايه مير بتاع الفرسان السود، لانهم ناويين يستغلوهم ضد بريطانيا. الهدف يتيح بالخصيان الفاسدين اللي بيحكموا ويسيطروا على البلده ديت علشان تبقى القاعده العسكريه الضخمه بتاعتهم في الحرب ضد ابوه بريطانيا، وده هدف لولوش. ولكن فجاه زيل بيجي للصين علشان يجوز الامير الاول سودسيون للامبراطوره، وبكده هيتم تقديم الفرسان السود على طبق من ذهب. وطبعا الخنازير بيوافقوا وبيعملوا حفله تعارف، والفرق اصلا ما بين الاثنين اكتر من 20 سنه. الجو كان هادي ودبلوماسي بطريقه مش طبيعيه، وفي الكواليس كان في واحد بس دماغه بتغلي من اللي بيحصل، شينغيكي العسكري المخلص للامبراطوره. الشخص دوت كان هيموت من القهره لانه شايف المستشارين عايزين يبيعوا ارضهم علشان شويه القاب ملهاش اي لازمه، واللي كان مزود قهرته اكتر واكتر. وعد قديم قطعه مع الامبراطوره بعد ما انقذته من حكم الاعدام اللي عليه. انا هاخدك في يوم من الايام وافرجك على العالم الخارجي. وفي عز الهدوء اللي يسبق العاصفه دوت اقتحام لزيرو. الحراس بيحاصرهم من كل المكان، فدوت بيعرفوا ان هو جاي مع الاميره كاجويا.
ساعتها بيقول لزيل بقول لك ما تيجي نلعب ركعه شطرنج والفايز فيها يعمل اللي هو عايزه، انا لو انتصرت هاخد سوزوكي وامشي من هنا، وانا لو انتصرت هتكشف هويتك للعالم اجمع. الاتفاق بيتم وبكده بتبدا حرب عالميه ثالثه مصغره ما بين عقليتين جبارين، كل حركه كانت ليها استراتيجيه، كل حركه كانت ليها المرصاد. وعلى فكره لولوش كل ما كان بيواجه زيل كان بيتم سحقه، اللي بيعمل حركه واطيه جدا علشان يذله، ساب له ثغره يكسب بيها اكنها صدقه. لولوش رفض المهزله ديت واعلن التعادل، ما بيرضوش يلعبوا ماتش تاني ودوب بسبب نينا لانها بتفكرهم بموت الاميره يوفيميا وبتفضل تلوم في اللي موجودين. زيل بيقول لزيرو انا هسيبك تمشي بس في المقابل ما تجيش حفل الزفاف اللي هو بكره، فبيقول له تمام وبيسيبه وبيمشي. وفي وقت الفرح بقى والاجراس بتدق والناس كلها متجمعين، شينغيكي طلع راجل بجد ونفذ وعده. في لحظه سينمائيه جامده اقتحم الحفله بجنود واعلن الانقلاب العسكري علشان ينقذ الامبراطوره بتاعته. البنت استجابت للنداء على طول وافتكرت وعد الطفوله، وبكده شينغيكي هو اللي خد اللقطه. بس انت فاكر ان زيرو هيسيبه؟ لا والله، صرخ قدام العالم كله وهو مصدوم انا هاخد العروسه ديت ليه واي حركه غلط هقتلها، وبيفضل يضحك زي المجنون. بعد ما زيرو ولع الدنيا حرفيا وخطف الامبراطوره الصينيه من وسط فرحها، بيبدا هو وفرسان السود في رحله هروب بس مش سالكه خالص. وفي سماء المدينه المحرمه الدنيا بتتطربق فوق دماغ الكل. المعلم تودو المحارب المخضرم ركب بالنايت مير بتاعه الجديد وبيتحدى سوزوكي شكلك كده مش عايز تعيش النهارده. ولكن الغريب بنشوف تودو بضربه واحده محسوبه بيكسر وحده الطيران بتاعت لانسلوت بالكامل بيخليه مشلول، وفتح لاصدقائنا طريق للهروب ومحدش قدر ان هو يحدد مكانهم، ودوت طبعا بسبب صاحبنا لانه استغل النقطه العاميه للرادار ومحدش عرف بمكانه. اما شينغيكي اللي دخل وبقى عامل زي البطل دلوقتي بقى محاصر من كل المستشارين اللي بيقولوا له قدامك خيارتين يا تحرر الملكه وتجيبها هنا يا اما تموت. المهم الفرسان بيوصلوا عند الجسر وفجاه بيلاقوا نفسهم محبوسين في فخ مقفول من كل النواحي، لكن الصدمه الحقيقيه كانت ان الفخ دوت زيرو هو اللي عمله بنفسه. كمين للقوات الصينيه اللي بتطرده هنا الفرسان بينقضوا عليه زي الوحوش، لكن فجاه بيظهر خصم من كوكب تاني خالص، القائد المخلص شينغيكي راكب نايت مير شكله اسطوري واسمه شينو، واللي صنعه هي راكاشي لانها كانت موجوده في الاتحاد الصيني زمان، اللي بتحذر اصدقائنا من قوته. وطبعا اللي هيواجه الوحش دوت هي مين؟ ايوه كلين. بيبدا الاشتباك، البنت بتهجم عليه بالصواريخ لكنه بيتفاداها، بتهجم عليه بالسيف ولكن بدون اي فايده. وبعد شويه شلابه يمين شمال بتكتشف ان النايت مير اللي هو راكبه يمكن اقوى من اللي هي راكباه بكتير، اللي فجاه بيقف عن التحرك. ايوه البنزين خلص، هو دوت وقته. اكيد شينغيكي بيستغل الفرصه وبيقبض عليها، وفي نفس الوقت الجيش الصيني بيوصل وبيقفل الحصار على الفرسان السود. وهزيمه كلين كانت ضروريه جدا علشان يتم التضحيه بيها عبره لكل المتمردين. زيرو بيسمع بالخبر طبعا بيكون رافض ان هو يتخلى عن اهم جنوده، وزيرو بصوت كله تحدي انا هرجع علشان انقذها. المشهد بيتحول لركعه شطرنج مميته ما بين عقليتين جبارين، زيرو وشينغيكي كل حركه بتقابلها حركه مضاده، وكل خطه بيتم اكتشافها وتدميرها فورا. كي بتيجي في دماغه فكره جهنميه مع انه ما كانش عايز يستخدمها. فنجر سد علشان يغرق المنطقه، بس الهدف ما كانش الميه، الهدف كان الارض اللي تحتها، ارض زراعيه بايظه مبنيه اساسا على الغش والفساد. اول ما الميه لمستها اتحولت لمستنقع طين لزج، وبكده تم شل حركه فرسان السود تماما. تخيل يا صاحبي ان هو استخدم فساد بلده كسلاح علشان يهزم زيرو، ولاول مره صاحبنا لقى نفسه في موقف لا يحسد عليه، متحصر وكمان اللي بيواجههم متفوقين عليه تكتيكيا. الواد بيحصر مخه ويطخ خطه جهنميه، بيطلق العنان لاقوى سلاح عنده مدفع الهويه الضخم بتاع راكاشي علشان يفتح خرم في الحصار ويأمر بالانسحاب الفوري. الفرسان بيلاقوا ملجأ مؤقت في مكان مقدس، ضريح الاباطره 88 مكان محدش يجرؤ ان هو يدخله، لكن الخصيان الكبار الفاسدين ما عندهمش شرف ولا مبادئ، بيقرروا ان هم يخلصوا من الكل ويستدعوا الدعم من الشيطان نفسه بريطانيا. وهنا الكابوس بيكتمل، الامير زيري العقل المدبر لكل اللي بيحصل دوت، الا اول لما بيوصل بيد امر بدك الضريح، سمعان وطعن وبينزل عليهم الصواريخ والضرب النار زي المطار. كي بيحاول يوقفهم كده الملكه هتموت، وفيها ايه يعني كده هتموت مع الاباطره يعني موته مشرفه. فرسان السود بيشتبكوا بيحاولوا ان هم يوقفوهم ولكنهم مش عارفين، وفرسان المائده بيوقفوا كي واتباعه. لولوش بيتوصل مع المستشارين وبيقول لهم كده الملكه هتموت، فبيقولوا له مش مهم احنا هنروح بريطانيا وهناخد الجنسيه ونعيش هناك. طب بالنسبه لارضكم والمواطنين، فدول بيقولوا له هو انت لو ماشي في الشارع هتركز مع النمل اللي انت بتدوسه؟ اكيد لا. وبره الدنيا مولعه على الاخر، حرفيا الكل نازل ضحك في بعض، والمعركه ملهاش اي ملامح، محدش عارف مين اللي هينتصر. الملكه بتخرج بتحاول ان هي توقف اللي بيحصل دوت على الرغم اصلا ان هي خايفه، فبيفتحوا عليها الاسلحه، ولولا ان كي بيحميها كان زمانها ميته، بس الضرب كان كتير جدا فبيتصاب. وقبل ما يتم القضاء عليه بالكامل زيرو بيظهر وبيتصدى للباقي وبيقول لهم تبا ليكم
عليكم انتوا اللي جبتوا لنفسكم، وبضربه واحده بيقدر ان هو يقضي على اغلبيه الجيش. وبيقول لكي انت اللي هتقود الجيش من بعد الثوره ديت. طب انت هتقدر انك توقف اصلا الخصيان دول ازاي؟ فبيقول له مش انا اللي هعمل كده، انا مش هعرف اعمل كده، لكن الشعب الصيني هم اللي هيقدروا. ايوه بيكونوا خارجين في مظاهرات وقلبين الدنيا، الجيش بيطلع بيحاول يعمل معاهم اي حاجه، ولكن يابا خلاص الدنيا اتقلبت راسا على عقب، وبيسيطروا على كل مراكز الحكومه، ودوت بسبب كلام المستشارين لانه كان بيتذاع في بث مباشر. ودلوقتي هدف الشعب الصيني هو قتل المستشارين لانهم اصلا اس الفساد. الفرسان السود بيرجعوا للمعركه بعد ما لقطوا نفسهم. ايوه الزيرو قلب الطاوله 360 درجه. وريني بقى يا عم زيل هتعمل. الواد بيشغل دماغه ولكن ما فيش اي فايده، فبيدي امر بالانسحاب. كده المستشارين بقوا كارت محروق، احنا لازم نخرج من البلاد فورا. وبالفعل هو دوت اللي بيحصل. لا بجد ندل يعني. شينجيكي بعد معاناه اخيرا بيوصل للمستشارين، واللي بيلمحوا بيشلحوا وبيسلخوا وبيمرجحوا كمان. قتلهم بالكامل. زيرو بيوصل لنفس المكان بيسال عن كيلين، ولكن للاسف تم تسليمها للبريطانيين وهي دلوقتي مع زيل. وبعد فتره تيتو وشينجيكي بيتجوزوا يا صديقي. اما بقى على الجانب الاخر بنكتشف ان التجربه اللي كان بيتم عليها التجارب في بريطانيا كانت جريمه، وجنبه فيتو وشكله كده مش ناوي على خير تماما. نرجع للولو وسيسي اللي بيكونوا شغالين حاليا على اكتشاف المنظمه السريه اللي بتقدر ان هي تصنع بشر بيقدروا ان هم يستخدموا الكوجياس، واكيد لو قدروا يسيطروا على المنظمه دي كده فرصتهم في تدمير بريطانيا هتزيد جدا. بس المشكله ان تحديد مكانهم صعب جدا لانهم كل شويه بيتنقلوا، واخر مكان تم اكتشافها فيه كانت في الاراضي الصينيه، وده كان سبب وجودهم هناك. ومن الواضح كده ان هم بيتكلموا عن المختبر اللي فيه جريمه. المهم لما بيرجع لحياته الطبيعيه بيكتشف ان انيا وجينا هيكونوا معاه في نفس المدرسه، واللي بيزود الطينه بقى لان سايكو اللي كانت عامله شخصيته لما هو كان في الصين خربت الدنيا على الاخر حرفيا، فشكله كده هيكون مشغول شويتين. في عالم اجتاحته الوحوش والشياطين وساد الفقر في كل مكان، ولم يبق حجر الا وتلوث بدم الابرياء.